السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ وعليكم السلام، ازيك يا فارس؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ ايه الأخبار؟ أنا سعيد جدا إن احنا هنعمل حلقة بودكاست. الهدف منها الأول اهلا وسهلا. والآخر إن احنا نساعد الناس، وأنا هدي للناس الأول مقدمة عليك يا محمد عشان يبقوا فاهمين مين محمد، وهو شخصية فعلا يتسمع لها البودكاست ليه. اتفضل. الأول هو محمد، طالب في جامعة ديفيدسون. واللي ما يعرفش جامعة ديفيدسون، هي جامعة من الجامعات يعني من التوب يونيفرسيتيز اللي موجودة في أمريكا. موجودة في هي الساوث ولا نورث يا محمد؟ نورث كارولاينا. صح. موجودة في نورث كارولاينا، ودي من أقوى الجامعات في أمريكا زي ما قلنا طبعا. طب محمد وصل هناك ازاي؟ دي طبعا حاجات هنسمعها على مدى على من اول البودكاست الاخيره، هيكلمنا في تفاصيل وحاجات كده. بس اقدر اقول ان هو بدأ بدايه طبيعيه عاديه زي اي حد من مدرسه اعداديه. لسه هنعرف منه هل كان عنده تخطيط من هو في اعدادي مثلا، ان في مراحل معينه وخطوات معينه هياخدها عشان يوصل ولا لا. وبعد كده دخل ستيم، ابدع جدا في ستيم، على الرغم من ان يعني تم فيها طلبات كتير، حاجات بتتعمل كتير، بروجكتات، مذاكره كتير، الكلام ده كله. على الرغم من ده قدر ان هو يوفر وقت انه يحقق او يجي يقرب من متطلبات الجامعه، واللي هي بتبقى كتير جدا، متطلبات التقديم للجامعات. وقدم على جامعات واتقبل بمنحه كامله في امريكا، في جامعه من الجامعات الجامده جدا في امريكا. فدي حاجه عاش جدا جدا جدا. آه محمد لسه جاي حاليا، يعني احنا عاملين البودكاست بعد ما هو لسه جاي من سفرية لأوروبا، سافر في أكتر من مكان. طبعا هنبقى سعيدين جدا لو شارك معانا كده بعض من خبرته في الرحلة دي. كانت أكيد رحلة لذيذة وممتعة، وعمل حاجات كتير. خلاص مش هنطول عليكم في المقدمة. تمام، تسلم يا فارس على المقدمة الجميلة. ربنا يبارك فيك ويكرمك يا رب، زي ما انت بتحاول يعني تساعد الناس ويجعل مجهودك ده يعني ما يكونش يعني ضياع، او ما تكونش حاجة ضايعة، او يكون تضييع في وقتك. فان شاء الله يكون يعني ليه فايدته بإذن الله للناس. والحمد لله، يعني هو كل اللي انت قلته ده الحمد لله توفيق من ربنا. مش فكرة ان هو مجهود او فكرة ان هو شطارة. يعني هي دي حاجة لازم الواحد يتكلم عنها. وده اكيد طبعا بالنسبة لأي حاجة تانية هتيجي في الحلقة دي. فان شاء الله يعني ده يكون يعني عند الناس في دماغها. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يعني. سبحان الله. هو زي ما هي البودكاست دي بعنوان وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاحنا قلنا نسمي البودكاست دي وعلمه، من باب ان احنا يعني بنسلم المعلومه من واحد للتاني للتالت للرابع، علشان الدنيا تقوم وان شاء الله كلنا نفيد بعض. طيب خلينا نخش في الموضوع على طول ونقول، طيب انت الحكايه بدات ازاي؟ انا عارف ان انت بدات مرحله اعداديه عاديه في مدرسه عامه عادي زي الناس كلها، وبعد كده دخلت ستيم. هل دي كانت بدايه الحكايه، ولا الحكايه بدات من قبل كده، ولا بدات ازاي؟ هو انت كلامك مظبوط. يعني اكيد الحكايه ما بداتش من ستيم. اكيد كل واحد ليه يعني تاريخه وليه نقاط في تاريخه اللي هي بتاثر فيه وبتعمله يعني. وبتكون ذكرياته وبتكون خبرته وبتكون قراراته اللي هياخدها حتى في المستقبل. فده اكيد بدا من وانا صغير، من وانا يعني تربيتي ومكان اتربيت فيها. أنا اتربيت في بيئه ريفيه. أنا مولود في أو كنت عايش في الخطارة اللي هي في فاقوس في الشرقية. فأنا عشت كلها يعتبر في الأرياف. ما عدا آخر 3 سنين نقلت بره وبقيت في أمريكا. فهو هنا البداية، يعني هنا البداية. فبدأت في مدرسة أو مدارس كانت حكومية عادية خالص، يعني أقرب مدرسة بتروحها زي معظم الناس. والبداية كانت في حضانات برضو. يعني بتكون حاجات أسرية كده أو حاجات لوكال قوي في البلد. وبعدين تروح مدرسة حكومية، بعد كده إعدادية. وبعد كده بقى أنا في الإعدادية بدأت أفكر يعني وأشوف إن أنا طب ما ستيم ديت. كنت بقى قاعد على الفيسبوك كتير الفترة ديت، فبدأت أسمع من هنا وأسمع من هنا، وكان عندنا كذا كذا هنت كده في المنهج بتاعنا
عن ستيم وعن ايه هي ستيم بالنسبه لي في ثالثه اعدادي او تانية اعدادي. بدات افكر فيها، وليه لا؟ يعني هو اسلوب حياه مش وحش، حاجه جديده، اكسبيرينس مختلفه، عيشه في مدرسه وسكن وكده وداخلي. فكان السؤال يعني ليه لا؟ فالحمد لله يعني من هنا بقى الواحد بدأ اللي هو ايه، مع ربط المعلومات اللي الواحد كان بياخدها، بسبب ان انا كنت طبعا قاعد على الانترنت فترة كبيرة، وكنت يعني كان عندنا كمبيوتر زي باقي الناس، فكنت بقضي وقت كبير من وقتي على الكمبيوتر، وكنت بقى بعرف حاجات بقى، وبفضل بقى واخد معلومات واخد افكار. فستيم كانت بالنسبة لي اول حاجة الواحد هيطبق فيها، يعني حاجة هو اتعلمها او حاجة هو سمع عنها بشكل مباشر من الانترنت. ما اعرفش حد راح ستيم، ما كانش فيه الفرصه، ولا اهلي يعرف حد راح ستيم. فده كان المشكله الكبيره مع اهلي، اللي هو طب احنا ما نعرفش إيه الفكره. يعني انا قلت مثلا فكره ان في منح، هم قالوا طب ما مش مضمونه، صح. ومعاهم حق يعني. ف... فمن هنا بقى تبدا الصعوبات، واحنا ممكن نتكلم اكتر عن الحاجات ديت لو انت عايز. فاحنا ممكن نتكلم عن الحاجات او المواقف المختلفه او الستوبس المختلفه في الرحله، زي ما انت عايز يعني. وانت تقدر تسال في النقطه المعينه، لو انت عايز نرجع ابتدائيه، اعداديه، ستيم، في ستيم، قبل ستيم، بعد ستيم، براحتك. طيب حلو قوي، حلو قوي. انا اللي فهمته من كلامك ان انت كنت اول واحد في تقريبا المنطقه اللي عندك ان انت تروح ستيم. وطبعا يعني نوضح ايه ستيم دي. هي ستيم دي مدرسه المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، بدات من تقريبا 2013 صح؟ بمدرسه واحده، وزادت كانت منحه امريكيه، وبعد كده الحكومه المصريه بقت هي المسؤوله عنها. طبعا دي بتبقى مدرسه بيتعلموا حاجات ازيد من اللي بيتعلموها في المدارس الحكومي. بيتعلموا، بيبقى عندهم بروجكت اسمه كابستون بيخلصوه كل سمستر كل ترم. بيبقى عندهم حاجات كتير كده في النص بيتعلموها، غير ان هم كمان بيتعلموا يعني ايه منح، يعني ايه اسافر بره، يعني ايه الكلام ده كله. فاللي انا فهمته منك يا محمد ان انت اول واحد في المنطقه بيروح ستيم، اول واحد في المنطقه عندك تروح ستيم، وكانت تجربه اوليه. وفعلا لما تبقى اول واحد مفيش حد او اولياء امورنا مش عارفين ايه المدرسه دي، ايه اللي هم رايحين يعملوه، الكلام ده كله بيبقى الموضوع صعب طبعا. وموضوع المنح وغيره ده هنتكلم فيه قدام. بيبقى الموضوع مشكوك فيه جدا. طيب السؤال اللي انا عايز اساله دلوقتي، وانت داخل ستيم، هل انت كنت حاطط في دماغك انا داخل ستيم علشان انا عارف ان انا هاخد منحه، او ان انا هقدم على منحه، او ان انا هسافر بره مصر، ولا انت دخلت ستيم ويا مسافر بقى اللي تجيبه تجيبه؟ والله هو بلا شك ان دخول ستيم كان دايما مصحوب بفكره، او اللي هو الهدف، او اللي هو المنى، ان انت يعني تحاول توصل لمنحه. برغم ان اول ما بتخش كده اللي هو في شك كده، اللي هو ده ايه ده احنا مش ما فيش منحه، ده انت ميت خالص، انت انت غرقان، فاهم؟ ف فاكيد بلا شك وانت داخل الحوار ده كان بيكون في دماغك، بس بتبدا تخش بقى وتلاقي الحوار بتصعب والدنيا بتوسع، وفي at some point بتقول ان يعني ربنا يسهل وبس الحق اي حاجه من المدرسه دي، مش لازم حتى منها. ف... فهو يعني الحوار كان بيكون on and off. كان حوار المنح ده في دماغي طبعا وانا بقدم، وفي اول من الدراسه خالص، وبعد كده بتتصدم بالدراسه وبتصدم بالاعباء الدراسيه والمناخ المختلف والاكاديميكس المختلفه. فانت الحوار ده بيهدى شويه وبيريح. بعد كده في الاخر بيبدا ان انت الحوار ده يطلع تاني مع سنه تانية كده، لما تلاقي نفسك فاهم الدنيا فيها ايه، وفاهم الدنيا ماشيه ازاي. فطب ماشي، طب انا فاهم، طب ليه لا ابقى اكمل في حوار المنح ده زي ما انا كنت عايز. فهو ده كان الفلو كده بتاعي في حوار بالنسبه لحوار المنح يعني. يعني هو كان فعلا موجود دايما على طول يعني في دماغي. تمام تمام. يعني هو طبعا مع ضغوطات المدرسه وضغوطات اللي هو، وبالذات من المدارس اللي بيجي من المدارس الحكوميه. انا برضو كنت في ستيم، كنت مدرسه حكوميه. اللي بيجي من المدرسه الحكوميه بيبقى الانجليش صعب بالنسبه له انه يبدا انجليزي ويخش يتعلم انجليزي. وبعد كده حاجات كتير بيتعلمها، احياء وجيولوجيا وي وي وي، وكلهم مره واحده. كنا 10 ل 11 ماده تقريبا. فكل ده بيبعدك عن اللي هو طيب انا مش عارف اخلص ده غير البروجكت، انا مش عارف اخلص ده ولا ده ولا ده. فبتشيل منحة من دماغك أو بتشيل السفر من دماغك. طيب بدأ يرجع بقوة، أنت قلت في سنة تانية. طيب
انت في سنة تانية لما بدأ يرجع بقوة، انت ايه اللي حصل؟ التقديمات كانت عاملة ازاي؟ قدمت ازاي؟ او انت بدأت الموضوع ازاي؟ كنت بتفكر في ايه؟ والله هو انا فاكر ان الحوار يعني ممكن اقول بدأ يرجع من آه، مش فاكر هو صيف سنة تانية او الصيف اللي قبل سنة تانية او الصيف اللي قبل سنة تالت. اعتقد الصيف اللي قبل سنة تانية. كنت في اخر يعني كنت نقلت مدارس وكده. كان في واحد صاحبي في ستيم شرقية يعني اسمه محمد عاطف. شاوت اوت لمحمد عاطف لو يعني بيسمع. فمحمد عاطف كان دايما بيكلمني. يعني هو كان طبعا يعني ليه نتورك في مدارس مختلفة وعلى علم يعني على دراية أكتر مني بحوار التقديم. فكنا بنتكلم يعني اللي هو بنرمي أفكار على بعض اللي هو كده إيه عصف ذهني برين ستورمينج. ف... فبدأ بقى الواحد واحد يعرف واحدة واحدة في الصيف بتاع اللي هو بعد سنة أولى. وبعدين في سنة تانية الواحد يبدأ بقى يشوف الناس اللي حواليه. بتبدأ تشوف الامتحانات المطلوبة عندك ال SAT وال ACT والامتحانات الانجليش برضو التويفل والايلتس. ده كان الفايب بتاع سنة تانية والناس كلها كان كل واحد يعني كان ده الكلام بشكل عام في الايه في المدرسة او بين الناس ان مين هيقدم على ايه وهنحاول نقدم ازاي وهنحاول نخش امتحانات امتى ونحاول نحضر لها ازاي. ف... فهي بدأت طبعا مع كل الناس. برغم ان ايوه انا كان عندي هدف ده طبعا من اول من زمان لوحدي. مش ما اتأثرتش قوي بالبير بريشر. لكن ده ساعد اكيد في انك يعني لو انت بتحضر لحاجه ما حدش غيرك بيعملها فده هيكون اصعب من انك في كوميونتي كده بتحس ان في يعني الهموم مشتركه في عصف ذهني في برين ستورمينج. فده بيسهل الامور شويه. ومن سنة تانية بقى هو الحوار بدأ في سنة تانية إن إحنا نحضر الامتحانات ونبدأ نبص على الجامعات ونشوف الرانكينجز. كل واحد بقى يعمل الليست بتاعته وإيه الليست إيه الجامعات اللي أنا ممكن أقدم عليها. طب ونحدد الجامعات على أساس إيه. أو مثلا إيه الجامعات اللي الناس اللي زينا بيتقابلوا فيها. دي كلها أسئلة كان الواحد بيعدي عليها وبيحاول يعني يفكر فيها. انت قلت حاجة مهمة قوي في النص، ان انت كان من ضمن الحاجات اللي بتشجع او بتحفز ان انت تقدم او ان انت تهتم بالمنح السفر، ان الكوميونتي او المجتمع اللي حواليك كان كله بيسبورت في الناحية دي. طبعا دي كانت فكرة عندك اساسا بره عن اي حد، بس وانت في وسط ناس هدفها كده بيشدوك فوق. فعلا. وانا من وجهة نظري، ما اعرفش تتفق معايا ولا لا، دي من اكبر محاسن ستيم بره عن اي حاجه انت بتتعلمها هناك، ان انت بتتحط في وسط ناس هدفها انها تطلع احسن حد في اي حاجه هم بيعملوها. يعني دي يعني اهم حاجه في التجربه دي، ولا ايه رايك؟ انا متفق معاك. وانا ما زلت اعتقد ان ستيم من احسن الحاجات اللي حصلت لي في حياتي. ان ما كانتش الحاجه اللي يعني نقطه بدايه تغير المسار على المسار التقليدي اللي ناس صحابي يعني مش بقولها بشكل سلبي لكن فعلا ناس كتير اكتر ما عرفنا لسه موجودين في المسار ده. ومش مش قصدي ان هو مسار وحش لكن ده سبب التغيير اللي حصل في حياتي ان انا كنت دخلت في ستيم. وده فعلا انا دايما بقول ان يعني ستيم هي فكره انها بتحطك مع environment او بتحطك في بيئه فيها ناس عندها كلها تطلعات وعندها كلها افكار وكلها يعني تفكيرها على الاقل يعني ناس مش هقول اذكياء لكن هقول في حاجه خلتهم يتقبلوا. مش اكيد الناس دي ما اتقبلتش عبط كده من اول للاخر. اكيد في حاجه معينه كانت السبب انهم يتقبلوا. سواء الدرجات سواء ان في فعلا نبوغ ذهني معين سواء ان في ذكاء معين. فاكيد الناس دي كلها بتتحط مع بعض وتحط كوميونتي من الناس دي كلها مع بعض. فبيطلع منهم بقى ناس مهتمه في حاجه اكس وناس مهتمه بحاجه واي وناس مهتمه بحاجه زي. فانا شايف ان ده بيعمل حاجه اسمها يعني اللي هو ايه الويل راونددنس diversity. او الدايفرسيتي. انك بتفكر في حاجه بتتعرض لحاجات مختلفه بتفكر في افكار كتيره. بيحصل بتشوف قدامك افكار ناس عندها افكار مختلفه ماشيه في مختلف المسارات. وده بيعرضك لحاجات مختلفه وبرضه بيخليك تعرف انت تعرف اكتر عن نفسك. طب انا ما اتخيل نفسي مكانه. طب انا اتخيل نفسي بمشي في المسار ده. طب المسار ده سهل ولا صعب. طب هو بيعمله ده هل مثلا وراه مكسب مادي ولا لا. فدي كلها حاجات الواحد بيفكر فيها. ما اعتقدش ان اي حد تاني في مدرسة تانية بيفكر وبيشتبك مع النوع ده من الأسئلة. وده اللي اعتقد اللي سبب لناس كتير في ستيم ان هو يحصل له يعني زي تغير في العقلية كامل في ستيم. اللي هو بقى يبدأ يحاول يسعى في يعني يحاول يتعرف او يعرف على حاجة هو عايز يعملها فعلا. ويبدأ يشوف ان يلاقي ان في كوميونتي حواليه فعلا بيحاولوا كلهم يسعوا لنفس الهدف. فده بيسهل حتى السعي وبيسهل حتى عمليه الوصول للهدف ده ان شاء الله ان الواحد يوصل له. يعني في ناس كتير ما بتوصلش
لكن البروسيس نفسها او الرحله نفسها بتكون ممتعه حتى لو انت ما وصلتش للهدف. يعني هي فكره في الرحله مش في الوصول. صح صح، متفق معاك 100%، متفق معاك 100%. لان انت بتتعلم وانت في الطريق حاجات كتير، ممكن حتى لو ما وصلتش للنقطه اللي انت كنت عايز توصل لها، بس هتنفعك في نقطه تانية قدام. بالظبط. طب السؤال طبعا انا مركز على حته ستيم شويه، لانها بتبقى مرحله انتقاليه، في ناس كتير مهتمه بيها او بيسمعوا عنها كتير في فتره ما بين الاعداديه والثانويه. لو سالتك دلوقتي، لو رجع بيك الزمن، على الرغم من انت مش شرط تبقى في ستيم علشان تقدم منح، مش شرط تبقى في ستيم علشان تسافر بره، وبرضه مش شرط تبقى في ستيم علشان تتعلم الحاجات اللي في ستيم، لو رجع بيك الزمن وانت دلوقتي قدام اختيار تروح ستيم او ما تروحش ستيم، وانت عارف الطريق اللي هيديك المنحه، هل هتدخل ستيم ولا لا؟ هو سؤال صعب لان انا حتى اصلا اجابتي فيه تغيرت. يعني انا كنت في اول ستيم كنت بواجه صعوبات، وكانت صعوبات كبيره كفيله ان انا اصلا كنت عايز احول من ستيم. ودي قصه تانية. لكن كنت شايف ساعتها ان انا هقدر فعلا ان انا امشي على الطريق. كنت شايف ان انا عندي فكره وعندي فكره عامه بازاي الطريق يتمشى فيه وهمشي ازاي ويعني وهعمل ايه. لكن الحمد لله ما حاولتش، واعتقد ده من كرم ربنا ان انا ما عرفتش احول. يعني حاولت بكل الطرق وما عرفتش. فاعتقد ان ده من كرم سبحان ربنا ان الله. انا كان يعني المفروض ان انا امشي على الطريق ده عشان اوصل لحاجه معينه ربنا عارفها. واللي انا شايف انها يعني الحمد لله كانت خير وكويسه الحمد لله لحد الان. آه، ف فانا هل انا اقدر لو انا رجعت او ما دخلتش ستيم او كملت في اللي هو الثانوي العام هقدر اعملها؟ انا ما اعتقدش. مع ضغوط الثانويه العامه ليها فايبس، ليها ضغوط مختلفه تماما عن ضغوط ستيم، صح. ومجتمع مختلف تماما عن مجتمع ستيم، واساسيات واولويات مختلفه تماما عن ستيم. يعني في الثانويه العامه انت بتكون مسحول في فكره انك رايح على دروس ورايح على بتحاول تلم دروس وتحاول تلم معلومات وتحاول عشان تخش الامتحان وتجيب درجه كويسه. وده مفهوم ان فعلا الناس كلها عايزه تخش يعني تحقق اعلى مجموع في الثانويه العامه. عشان كده الاولويات كلها بتكون انك تحاول تذاكر الامتحانات وتفهم المواد او تحفظ المواد عشان تحل كويس في الامتحان ده. في ستيم الاولويات كانت مختلفه شويه، لان انت في ستيم اولا انت بتتعلم الانجليش، فانت حتى الحوار ده بيسهل عليك اكتر في انك تاخد اللي هي الستاندردايز تيست اللي احنا بناخدها زي التويفل والايلتس. وبرضو زي ما انا قلت بتكون في كوميونتي حواليك ان هو بيساعدك وتبادل هموم وتحضروا مع بعض انكم تخشوا الامتحانات التانية اللي بتكون مطلوبة، وتحضروا باقي متطلبات التقديم اللي هي اصلا بتكون حاجات كتير قوي. لكن الحاجات دي كلها بتساعد في حوار التقديم. وده ما بتلاقيش انت الاولويه، ما بتلاقيش البيئه دي في الثانويه العامه لان الاولويات مختلفه. ف... تمام. عشان ارتب الافكار كده، في ستيم الكوميونتي بيساعد، الانجليش بيساعد، البروجكتس اللي بنشتغل عليها بتساعد، الاكتيفيتيز اللي احنا بنخشها او الانشطه اللي احنا بنعملها في المدرسه برضو بتساعد. فدي كلها عوامل بتساعدك فعلا على الطريق انك تحاول تقدم على جامعه بره. جميل جميل. يعني انا لو فهمت منك جزء كبير منه، ان ستيم بتغير تفكيرك وعقلك والناس اللي حواليك، فبتحطك على الطريق حتى لو هي ما ادتلكش حاجه تانية، بتحطك على الطريق بقوه، بس انها بتغير اهتماماتك وتفكيرك. الناس اللي حواليك بدل ما هم مثلا اهتمامهم ان هم يطلعوا مثلا لو اعلى حد فيهم ان هم يطلعوا الاول على الدفعه مثلا، او لا، هي بتغير تفكيرك ان انت في ابعد من كده، في ان انا ادرس بره، في ان انا اعمل انشطه دي، في ان انا اعمل ده وده وده. فالتفكير والاهتمامات بتتغير تماما، وده بيغير بقى حاجات كتير قدام. طيب. واعتقد برضو ان انت تقدر تشوف، ممكن بس اكمل على النقطه دي، ان برضو اه بتقدر طبعا. تشوف المودلز قدامك لناس فعلا عملت ده. يعني انت بتسمع عن ناس والله ده في حد اتقبل من مدرستي، او في حد اتقبل من مدرسه انا اعرفها، او في حد انا اعرفه اتقبل. فانت بتشوف ان الحوار ده جايب همه. يعني انت بتشوف انت كل طريق اللي مشي فيه وصل لايه، اللي حاول يذاكر وطلع اول دفعه وصل لايه، واللي حاول يعني يجهز نفسه ويطلع بره وصل لايه. وبتشوف ده وبتشوف ده وانت بقى بتشوف يعني بتحس برضه انك قادر تشوف المعاناة المطلوبة، وقادر تشوف النتيجة اللي هو حصل عليها. فبالتالي انت بتقدر تعرف انك هل ده الطريق بتاعي ولا لا. تمام. يعني احنا ممكن نقوله عشان نقف عند الحته دي ونفوتها بقى خلاص.
احنا ممكن نقوله. انا رايي، ما اعرفش انت هتقول رايك دلوقتي عشان ما اتكلمش ليه. اللي عنده فرصه يخش ستيم يخش ستيم. 100%. تجربه هتغير حياته. 100%. 100%. الله، تمام تمام. طيب احنا اتكلمنا في نقط التقديم وقلنا كان فيه، قلت standardized test، قلت ايلتس، توفل، قلت applications. ايه الكلام ده كله؟ ممكن ترتبها كده بالراحة لشخص عايز يفهم ايه يعني ايه يقدم لجامعة أمريكية؟ بسمعها كتير بس مش عارف ايه ده. تمام. التقديم فيه متطلبات، ممكن يعني نعددها. اعتقد من اهم الحاجات واهم حاجه اعتقد الجامعات بتدور عليها فيك انك معاك او تقدر تتكلم انجليش. لان انت لازم عشان انت تكون في جامعه امريكيه لازم انت تكون تعرف انك تاخد معلومه بالانجليش، انك توصل معلومه بالانجليش. فده صح. اهم حاجه اعتقد بتكون في المرحله، انك لو انت كويس او معاك سكور كويس في امتحان من الامتحانات ديت اللي هي ايلتس او تويفل، او انا في حالتي انا خدت الدولينجو التيست. هو كان تيست كده فروم هوم عشان كان في زنقه الكورونا وكده، فالجامعات كتير كانت فاهمه ان مش كل الناس تقدر تطلع وتاخد امتحانات بره. هي فلا. الايلتس والتوفل والدولينجو دي امتحانات انجلش. بالظبط. تمام. أم ف هي الامتحانات ديت اللي بتعرف الجامعه، او انت لازم تجيب سكور معين، او كل جامعه بيكون لها يعني حد معين او سكور معين. لو انت جبت اعلى منه قشطه، لو اقل منه في مشاكل في الانجليش بتاعك ومحتاجين نفهم اكتر عن الانجليش بتاعك، او ممكن اصلا ما نقبلكش على طول من غير اي حاجه عشان انت السكور بتاعك اقل من السكور اللي احنا طالبينه. فهو طريقه للجامعه ان هي بس تقول ان ده فعلا هينفع معايا، الانجليش بتاعه هيكون كويس بالنسبه ان هو ياخد معلومه ويوصل معلومه زي ما احنا قلنا. فدي كلها امتحانات انجليش، الايلتس والتويفل والدولينجو. اعتقد بتحتاج تحضر لهم. يعني انا شايف ان الاستراتيجي لازم تكون لونج تيرم اكتر في التحضير ليهم، مش انك تبدا قبلها بشهر شهرين ثلاثه اربعه انك تحضر لها. عشان كده انا قلت ان ستيم نفسها ساعدتني عشان التعليم او التدريس والتعليم نفسه كان بالانجلش. فده ساعد في اللونج تيرم بروسس ان انا اوصل في الاخر ان انا ضغطك يعني، اوصل. ضغطك خلى كونسنتريشن كبير ان بالظبط. انت تتعلم. تمام. السؤال اللي عندي دلوقتي، هل انت شايف ان المفروض نبدأ نتعلم انجليزي من اعدادي، ولا انت شايف ان هو as we go بقى من ثانوي، ولا قبل الامتحان بسنة او كده؟ والله اللي انا شايفه ان انا برشحه لقرايبي واخواتي وكده، ان تبدا انجليزي يعني على قد ما تقدر، يعني بدري على قد ما تقدر. لان ده حاجه مش ملهاش علاقه بستم او التقديم على بره. حتى يعني فوقك من ده، حتى لو ده مش هدفك، فدي حاجه هتنفعك مهما كان وظيفتك ايه في مصر، مهما كان يعني هدفك ايه انك تروح كليه ايه في مصر، مهما كان الكليه اللي انت هتروحها في مصر، بغض النظر يعني. فدي حاجه هتساعد. وانا يعني ما اقدرش ارجح يعني. اللغات دي حاجة انا شايف انها مهمة جدا. انا شخصيا يعني ده وقت فراغي كله تعلم لغات مختلفة. لكن بالنسبة للانجليش فانا شايف ان انت تقدر بدري على قد ما تقدر. يعني لو اللي يقدر يبدأ من اعدادي يبدأ. اكيد في تحضير ممكن تعمله وانت في ابتدائي. يعني الناس اللي في اوروبا وكده ما هم بيبداوا يتكلموا انجليش، حتى بتلاقيه في الاعدادي بيتكلم انجليش معاك. انت لو رحت له اتكلمته انجليش هيكلمك انجليش. فاكيد هم اكيد في طريقة ان الواحد يبدأ يحضر من بدري. فانا زي ما قلت لك يعني بدري على قد ما تقدر ده هيكون كويس. تمام. برضه لو عايزين تعرفوا ازاي نبدأ نتعلم مهارات جديدة سواء انجلش او ماركتينج او هتلاقوا حلقات زي دي كتير ان شاء الله على الصفحات بتاعتنا على السوشيال ميديا. طيب، احنا قلنا على الانجليش وان هو شيء اساسي جدا في الخطوات الجايه في التقديم بتاع الجامعه. طيب احنا قلنا ان في امتحان انجليش، ايلتس، توفل، او ديولينجو اللي طالع جديد ده. تمام. ايه تاني بنحتاجه؟ بتحتاج عندك ال SAT او ال ACT. وده برضو ما عادش زي زمان requirement مطلوبة. هو ده كان يعني في العادي ان ده كان يعتبر requirement دايما بتكون مطلوبة، بالذات من الطلبة اللي جاية من بره أمريكا عشان يقدروا يقوموا مستواهم، ويشوفوا الليفل بتاعهم بالنسبة للطلبة اللي في أمريكا. يعني ده حتى امتحان كان في العادي كل الطلبة في أمريكا بتاخده، لأن الأنظمة التعليمية في أمريكا مختلفة، وكل كاونتي أو كل منطقة لها السيستم بتاعها. مش زي مصر كل مثلا الجمهورية كلها بتاخد نفس امتحان الثانوية. لا، بيكون عندهم امتحانات مختلفة وأنظمة مختلفة. فده بيكون وسيلة الجامعات إنها تمتحن الطلبة في حاجة واحدة، أو تشوف نتيجة الطلبة في إجابتهم على حاجة واحدة.
على في الدوله كلها، او حتى بره امريكا الناس اللي هتقدم من بره فبرضه بياخدوا نفس الامتحان. ف... فدي حاجه كان دايما بتكون مطلوبه. لكن انا بالنسبه لي انا دخلت الامتحان مره وجبت درجه وحشه جدا ما ينفعش تقدم بيها حتى لجامعه القاهره. فانا ما بعتهاش اصلا للجامعه. عشان الجامعه بتاعتي كان برضو وقت الكورونا، بدات الجامعات من ساعه وقت الكورونا الصراحه بدأوا ان هم ايه يخففوا الريكوايرمنتس. هم بيجربوها بدأ وقت الكورونا عشان حبوا يشوفوا هل او ان فعلا كان الوضع مش مؤهل الناس كتير تعرف تاخد الامتحانات ديت بره، ان هي تطلع بره وتروح مكان مختلف وسنتر وبتاع ومش سهل انك تطلع الناس بالشكل ده في الكورونا في بلاد كتير في بلاد كتير في العالم. لكن هم جربوها في وقت الكورونا ونفعت مع بعض الجامعات. بعض الجامعات التانية قالت انها مش نافعانا. فانا بالنسبه لجامعتي فهي كانت عملت كده، جربته في وقت الكورونا، لغايه دلوقتي هي نفس الموضوع ده. لسه لغايه دلوقتي الستاندردايز تيست مش ريكوايرد لاي حد سواء في امريكا او بره امريكا. ونسبه كبيره من الطلبه جوه امريكا حتى ما بقوش يقدموا بيها. فدي الريكويرمنت الثانيه كانت هي ستاندردايز تيست. ممكن تقول لي ودلوقتي ايه الستاندردايز تيست، ايه الاس اي تي ده؟ ما هو امتحان الاس اي ايه؟ تي، ما انا زي ما قلت لك هو بيكون كوسيله للجامعات في امريكا انها تشوف اداء الطلبه او نتيجتهم لما بيمتحنوا امتحان نفس الامتحان او امتحان بنفس المستوى. يعني هو عشان امتحان ايه؟ بيمتحنوا ايه في الامتحان نفسه؟ بيمتحنوا ايه في الامتحان نفسه؟ هو بيمتحنوا 4 سكاشن بشكل عام، 4 أجزاء. بتكون عندك امتحان الإنجليش. امتحان الإنجليش ده بيكون جزء كبير منه شبه امتحان إحنا بنمتحنها في مصر، بنحس إنها بتركز شوية على الجرامر، بتركز شوية على إزاي الرايتنج بتاعك، اللي هي الستراكشرز أو التركيبات معينة بتاعة الجمل. فدي ممكن حاجة إحنا بنكون اتعودنا عنها شوية في مصر. لكن في امتحان اسمه رايتنج أو الريدنج، ده بيكون موضوع تاني مختلف شوية. الريدنج ده بيكون انت بتقرأ باسجات كبيرة ليترتشر يعني محترمة. حتى انت لو جات لك في عربي لو جات لك الامتحان ده بالعربي اصلا ممكن يكون صعب بالنسبة لك انك تقرأ حاجات زي كده وتجاوب على أسئلة زي كده. صح. فده الريدنج. بالنسبة بيكون في امتحان ماث، وده اللي معظمنا بيكون كويس فيه. ان احنا الماث يعني education بتاعنا او تعليم الرياضة عندنا كان يعني بشكل عام احسن بكتير من بلاد كتير في الغرب او بالذات امريكا. فده احنا بنأدي فيه كويس. امتحان الماس بتكون اسئله شابوه مش المدرسين الرياضه اللي عندنا اكيد في طبعا. مصر بامانه. شابوه ابويا وامي عشان هم الاثنين مدرسين رياضه الصراحه. ما شاء الله، ف شابوه، يعني بيعملوا شغل حلو قوي. فالحمد لله. فالماس ده فكره الماس ان انت بتركز على هي كلها مهارات، مش ما فيش منهج. هو مش منهج مثلا انك هنمتحن النهارده على تريجونومتري اللي هي المثلثات. لكن هي بشكل عام مهارات اللي هي بتكون في كده في اخر كتب الاعدادي كده بيكون اسمها مهارات مش عارف مستوى قياس التفكير او حاجه زي كده. بيكون في سيكشن في كتب الرياضه عندنا ان هو مهارات تفكير او مهارات عامه مش ملهاش علاقه قوي بالمنهج اللي احنا اللي ما بناخده. حدش بيفتحها دي. بالظبط هي دي. وبيجي منها سؤالين على فكره في الامتحانات حتى. ده على زمن انا يعني كان دايما بيجي منها سؤالين او بيقولوا لنا بيجي منها اسئله، وفعلا بيجي منها اسئله. لكن ده الماث. بالنسبه للساينس هو شبه الريدنج كتير لكن مش ليتريتشر، لكن هي باسج او ارتكل، يعني مقال علمي في داتا علميه وفي بيانات وفي فاكتس. فانت بتحتاج يعني تفهم الكلام ده وتجاوب على اسئله بناء على فهمك ليه. اعتقد دلوقتي ممكن النظام الجديد في الثانويه العامه يكون في حاجات شبه كده كتير، لكن انا بصراحه ما عدتش فيه فما اقدرش افتي يعني. فده الاجزاء بتاعه امتحانات اللي هي السات او الاي سي طب تي. ده يتحضر له ازاي يا محمد؟ والله في كتب كتير يقدر الواحد يشوفها بتحضره للامتحان دي. يعني انت لو كتبت تحضير لامتحان سات او كتبت prepare for SAT هيطلع لك ريسورسز كتير وكتب كتير. انا شايف لازم يعني هو ممكن تاخدها لونج تيرم اكتر، انك تركز على الفهم وتركز على انك تقرا انجلش وتقرا مقالات يعني دنس او تقيله سمينه بالانجلش، او تقرا حاجات علميه بالانجلش، او برضو تشوف الاسئله اللي فيها تشغيل دماغ. بالنسبه للماث مش شرط تكون اسئله صعبه بالنسبه للحاجات اللي بتدرسها، لكن اسئله فعلا تشغل دماغك واسئله للتفكير بره المنهج بتاعك. فالحاجات دي انت ممكن تحضر لها اصلا من غير كتب، او انت ممكن لو انت فعلا بتشتغل على الحاجات ديت من قبل ما تخش في معمعة التحضير للجامعات وكده. فده هيوفر عليك كتير لان انت هتكون فعلا جاهز. يعني هو امتحان المفروض اصلا انت بتخش من غير تحضير. ده المفروض يعني انت صح. بتدخله من غير ما تحضر اي حاجه. دي فكرته.
لكن في فعلا ريسورسز كتير وكتب كتير وحاجات كتير ممكن الواحد يعني يشوفها على الانترنت يعني. يعني نقدر نقول للناس اللي مهتم بالامتحان ده، طبعا الامتحان ده زي ما قلت كده مش ريكوايرد او مش حاجه اساسيه لكل المدارس. هم دلوقتي بيحاولوا ان هو يخلوه حاجه يعني اختياري. لو انت معاك يبقى حلو لذيذ، لو انت مش معاك فلو حد مثلا مقدم او في دماغه يقدم على جامعه بتحتاجه، ممكن نقول لهم مثلا يسيبوا كومنت ونبقى نطلع نساعدهم في الموضوع ده. تمام، مفيش مشاكل يعني. انا بصراحه تجربتي مش احسن تجربه عشان انا فعلا ما بعتش يعني. انا حضرت، ما اعرفش التحضير ده كان كويس ولا لا، ولما دخلت جبت درجه مش احسن حاجه فما بعتهاش. لكن اكيد انا عندي ان شاء الله اقدر يعني على الاقل في ريسورسز يعني عندي ممكن ابعتها لاي حد مهتم. خلاص باذن الله، اي حد مهتم بامتحان الاس اي تي الاي سي تي حتى عايز يحضر الامتحانات انجلش ممكن يسيب كومنتس، وان شاء الله هنحاول نعمل فيديوهات مختلفه تغطي الحاجات دي وتعرفكم تحضروا ازاي من A to Z ان شاء الله. تمام. طبعا بمفهوم طلبه عدوا على المرحله دي وعدوا على الحاجات دي، مش بمفهوم مدرس او حد بيشرح من فوق، لا، احنا طلبه عدوا على التجربه وذاكرنا، فشلنا، ذاكرنا ونجحنا، ف نقدر نديكم ان شاء الله منظور افضل. طيب احنا قلنا الاي سي تي وده اختياري، قلنا ايلتس او امتحانات انجلش ودي اجباري في معظم الجامعات. في حاجه تانية المفروض تبقى موجوده مع الشخص ده اللي عايز يقدم. دي الحاجات اللي هي الكوانتيتيف قوي، اللي هي تقدر يعني فيها سكورز وكده تقدر تحسبها، وتقدر الجامعات تشوف السكورز فيها ايه. لكن طبعا بيكون عندك الجي بي اي بتاع اخر 3 سنين. فلو انت حد بيقدم هو في تانية، وده الطبيعي، تانية ثانوي، فانت بتكون محتاج نتيجة سنة أولى أو تالتة إعدادي. بتخدمنا كتير عشان احنا نتيجة أولى إعدادي أو تالتة إعدادي بتكون عالية قوي، بالذات لأي حد في ستيم يعني. ويكون عندك نتيجة أولى ثانوي وتانية ثانوي، وبتجيب الافريج بتاعهم، أو بتبعت النتيجة واحدة واحدة، وبعدين في الآخر بتجيب الافريج، أو ليهم طريقة يعني في الحساب. يعني هو مش عايز أخش فيها قوي، لكن دي الريكويرمنت يعني انت بتاعت بتقول ثالثه اعدادي مهمه، يعني ثالثه اعدادي لو انا عايز اسافر لازم اهتم بيها؟ هو تالتة إعدادي مهمة لو أنت عايز تسافر، أو لو أنت عايز تخش ستيم. فأنت لو دخلت ستيم فأنت أكيد الدرجة بتاعتك عالية قوي، إن هي هتكون كويسة جدا لما تسافر. لو أنت عايز تسافر برضو من غير ستيم فهي طبعا مهمة، لأنها فعلا أنت بتكون عايز أي حاجة ترفع الافريج جي بي اي بتاعك. فبالذات الثانوي دلوقتي الدنيا صعبة فيه شوية. فأعتقد التالتة إعدادي ممكن تجيب فيها سكور كويس، إن هو يعني يرفع لك الافريج شوية. تمام، يعني تمام، يعني دي يا شباب حاجه، دي وورنينج او تحذير كبير قوي قوي قوي. ثالثه اعدادي مش هزار، ثالثه اعدادي مش بس شهاده عندنا ان انت بتعرف بعد كده بقى تخش عام ولا تخش غيره. لا، ثالثه اعدادي اي خطوه قدام هتفرق معاك. ثالثه اعدادي عايز تقدم بره، عايز تخش ستيم، عايز حتى تقدم في مدارس حلوه في مصر في ثانوي، ثالثه اعدادي مهمه. يعني من ثالثه اعدادي الميشن بتبدا. وطبعا عشان تعمل حاجه حلوه في ثالثه اعدادي لازم تبقى انت اولى وثانيه اعدادي كويس علشان خاطر تبقى فاهم والدنيا تبقى بسيطه. فالقصه ما بتبداش من ثانوي يا شباب، احنا القصه بتبدا من قبل كده بكتير. ممكن كمان نكمل على باقي المتطلبات عشان نبقى خلصنا الموضوع ده. بيكون عندك لازم كل واحد يبعت personal statement أو خطاب نية، بنسميه بعد خطاب نية. هو بشكل عام نفس الاستراكشر ما بين، أو يعني هي نفس الكيفية تكتب فيها. تكتب أنت ممكن تكتب عن موقف في حياتك مثلا باين إنك تصرفت كويس، أو حاجة مهمة ليك في شخصيتك أو حتى دينك. ده شيء مش وحش إنك تكتب عنه. أو تكتب حتى عن بشكل عام مواقف أثرت فيك، أو حتى نواياك. مثلا أنت عايز تدرس وعايز تعمل كذا، طب ليه؟ طب أنت وليه ديت جت منين؟ أنت بنيتها إزاي؟ بنيت هدفك ده إزاي؟ أو إزاي ده دخل دماغك؟ أنا عايز أبقى دكتور، طب أنت عايز تبقى دكتور ليه؟ إيه اللي حصل في حياتك يعني خلاك تفكر كده؟ فده بشكل عام خطاب النية أو البيرسونال ستيتمنت. بيكون عندك تاني محتاج شغلك بتاع الاكتيفيتيز، لو انت كنت مشترك في انشطة او بتقود انشطة في مدرستك، في بلدك، في قريتك، في اي حاجة انت ممكن تقدر تكتب عندك بشكل كويس. وهم طبعا الكلام ده ما فيش حاجة اسمها طب انا مثلا كنت بعمل حاجة مع عيلتي، او كنت مثلا بساعد ناس
قرايبي، او كنت بساعد ناس في قريتي، او كنت بساعد ناس في بلدي او مدينتي او جمعيه رساله او مش عارف ايه، دي ينفع ابعتها؟ طبعا ينفع تبعتها. دي كلها حاجات بتبين انك متفاعل ومشتبك مع الكوميونتي اللي حواليك او الناس اللي حواليك، ايا يكن هم في مدرسه او بره المدرسه. آه، اخر حاجه او حاجه كمان هي لو في مسابقات بتقدر انك وانت جبت مثلا رانكينج كويس فيها، او انت جبت مركز كويس فيها، بتقدر تحطها، او تقدر تحط انت يعني عملت ايه فيها وكده. وبرضو لو في تكريمات اتكرمت مثلا في المدرسة، مثلا الطالب المثالي او مسابقة مثلا او الطلبة او حاجة زي كده في الإعدادية، تقدر تحط ده برضو. اعتقد هي ديت الحاجات الاساسيه يعني. غير كده حاجات بقى على حسب الجامعه، ممكن الجامعات تحب انك تتفاعل معاهم، تروح انفو سيشنز، يشوفوك كده، يعملوا معاك انترفيوز. دي حاجات مش كل الجامعات بتطلبها، وحاجات برضو اعتقد بتكون فرعيه في اغلب الجامعات. يعني ممكن لو انا لخصت المتطلبات دي علشان تبقى بسيطة، هو امتحان انجليزي وده ليه اكتر من حاجة. مم. تمام. تاني حاجة اساسية هي الجي بي اي، وده ببساطة درجاتك في الثانوية ودرجاتك في تالتة اعدادي. مم. تمام. تالت حاجة الأنشطة. رابع حاجة، والأنشطة دي زي محمد قال تشمل حاجات كتير جدا. رابع حاجة المسابقات، ودي طبعا حاجة من الحاجات اللي ستيمنا بتتميز فيها إنها بتعرضك على المسابقات. خامس حاجة وهي اوبشنال، اللي هي السات، على حسب طبعا الجامعة اللي انت بتروحها. في جامعات اوبشنال، في جامعات مش اوبشنال. وفي البيرسونال والبيرسونال ستيتمنت. ستيتمنت، اللي هي الخطاب. ده مهم طبعا. كل حاجة في دي احنا بنقولها في جملة، لان احنا مش عايزين ان احنا نكفر البودكاست. اول حلقة في البودكاست انها تبقى، او حلقة من البودكاست انها تبقى ساعتين وثلاثة بس. لو حد مهتم بالحاجات دي وفعلا هنا قابلية على الحاجات دي في الكومنتات أو غيره، إن شاء الله يبقى في حلقات جاية وحاجات لذيذة جدا 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 بتتكلم على تفاصيل في فيديوهات وفي بودكاست وفي كل حاجة بإذن الله. تمام. طيب ده بالنسبة للطلبات. طبعا أنت قدمت على جامعة ديفيدسون، وكانت اختيار جميل جدا، والحمد لله ربنا وفقك واتقبلت. عايزك توصف لي لما اتقبلت كان ايه شعورك، اللي هو داي 1 اتقبلت كان ايه شعورك؟ انا في العادي بصراحه يعني ما بدعيش، لكن في العادي ما بيكونش عندي رياكشنات قويه. اللي هو تفتح بقى الفيديو الناس بتعمل رياكشنز للاكسبتنس وبتاع. انا اولا ما عنديش رياكشنات قويه، ثانيا انا كنت اليوم ده يعتبر يعني ميت اكلينيكيا. انا كان عندي تقريبا اشتباه كورونا، وكان في مشاكل في السكن، كان المفروض انا اروح وما روحتش فكان في كذا موضوع يعني. كنت عيان من الاخر، وكنت يعني طريح الفراش. ف ف يعني ما كانش في اصلا فيها صح، حتى لو انا من الناس اللي بتعمل رياكشنز وكده ما كنتش اقدر اعمل كده. بالنسبه لي انا فتحت الاكسبتنس ليتر يعني، او الديسيشن كان طالع الساعه 4 بالليل. فانت واحد ميت نايم الساعه مثلا 11 12 بالليل، فانت محتاج تصحى قبلها وتشوف بقى الدنيا فيها ايه. لو انت عايز تصلي لاي واحد بقى عايز يصلي، عايز يدعي ربنا، سواء يعني بمختلف الاديان، يعمل اي حاجه هتطمنه او حاسس انها هتساعده. ف بتصحى بتعمل ده، وبعدين بتشوف الليتر بتاعك، او اللي بيتبعت لك انت يعني دخلت ايميل. على طول عمياني كده؟ والله انا ما دخلتش، انا فعلا صحيت قبلها بشويه زي ما قلت. لكن برضو لما دخلت لقيت ان بيطلع لي فيديو، ما بيطلعليش ليتر. فانا قلت خلاص يعني الفيديو ده يعني ما فيش ليتر، يبقى خلاص ما اتقبلتش. هو ما بيطلعش ما فيش ليتر يا عم، مش هم قالوا بيكون في ليتر؟ ما لقيتش ليتر. فهو يغفلوك كان يعني. كان المفروض فيديو اللي هو ويلكم، فانا ما كنتش بفتح الفيديو اصلا. انا بحاول ادور فين الليتر، انا مش مهتم افتح الفيديو. الفيديو مش جايب لي حتى ثامب نيل. فانا مش عارف ايه الفيديو ده بتاع ايه، وهل ده معناه كده ان خلاص ما فيش ليتر ليا، ما اتقبلتش. فمهم كان في يعني في كده زي كلوز، اللي هو في كده زرار كلوز تحت الفيديو، بس انا ما خدتش بالي منه الا بعدين. فلما بترسم على الفيديو بتشوف الويلكم، ما بتعرفش برضو الكلام على ايه، طب فين الليتر. وبعد كده بقى بتشوف ان بتحب بتدور فبتلاقي الكلوز ديت، فبتفتحها بتلاقي الليتر بتاعك، او الخطاب اللي مبعوت لك من الجامعه، ان اهلا وسهلا بيك اتقبلت واحنا عايزين نقبلك وبتاع. والراجل مش عارف مين اللي ماسك الادميشنز في الجامعه بيهنيك. ف... ف... فبتشوف ده بقى. فانا شفت ده ففرحت طبعا وبتاع، بس يعني ما كانش اولا حد حواليا، لان انا كنت طريح فراش وعندي اشتباه كورونا.
فالناس كلها عارفه ان انا راجل عيان محدش هيجي حواليا. وانا طبعا في الحاجات دي برضه ما بحبش يعني الهيصه كتير. لكن بشكل عام يعني الناس حتى اللي حواليا لما كانوا لما انا قلت للناس وكده بدات اقول لناس وطلعت بره الاوضه وشفت مين اللي كان صاحي وبتاع. ف... فانا فعلا من كتر ما رياكشني ممكن يكون صدمه، بس انا فعلا من كتر ما كان رياكشني ان هو كان هادي او خافت قوي. اللي هو كان الناس انا بتقول ان اتقابلت في احنا جامعه في امريكا ومسافر الشهر الجاي اه بس كده. الناس بتقول ان احنا يا ابني فرحانين لك اكتر ما انت فرحان لنفسك. يعني اه انا يعني هم كانوا فرحانين وبتاع والف مبروك، وهم فعلا قالوا لي طب انت يا ابني انا حاسس ان انا فرحان لك اكتر منك. فانا يعني هي ممكن تقول صدمه، ممكن تقول ان انا برضو فعلا رياكشناتي مش قويه بالشكل اللي هو، لكن هو ده اللي حصل يعني وانا لما فتحت الليتر. جامد جامد. انا كنت دايما، احنا زي ما انت قلت كده بيبقى فيه اللي هي الفيديوهات اللي هو يفتحوا البتاع هي ومش عارف ايه والدنيا تتشقلب. وبابا اه بس وماما هو او آه الصحاب بس والروميتس خلينا ومش نبقى عارف ايه. متفقين ان هي يعني فرحة كبيرة وانجاز ضخم، بيغير حياة ناس كتير طبعا، طبعا. وبالذات ان زي ما قلنا انت اتقابل. طيب طبعا ده انجاز، يعني هي فرحة كبيرة جدا لان ده انجاز كبير كبير جدا. يعني انت تبقى في اعدادي حكومي دخلت ستيم، من ستيم ما وقفتش وكملت، رحت لواحده من الجامعات يعني الجميله جدا الجامده جدا في امريكا وبمنحه كامله. دي يعني انت زي ما بقول لك كده هكرت اللعبه الحمد لله بالنسبه يعني، لا مش بالنسبه الدرجه للثانويه. دي. يعني الحمد لا لله. بجد بجد الله ينور عاش. وفي يعني طبعا عبد الناصر، محمد عبد الناصر عملها، مش معناها ان هو بس اللي هيعملها، معناها ان في امل ناس تعملها، معناها ان يعني هو ممكن يكون من الناس القليله اللي عملتها دلوقتي، بس الناس القليله دي لو في ناس تانية سعت واجتهدت في ناس ممكن تعملها تاني. فعلشان كده احنا ده الغرض من الحلقات دي كلها، ان احنا مش بنحكي قصة مثلا بطولة محمد او بطولة مصطفى او بطولة اسماعيل، لا احنا بنحكي قصة ان احنا نقدر كل اللي بيسمعوا الحلقات دي يحاولوا يعملوا زيها ويمكن احسن منها كمان. يعني محمد عمل احسن من اللي قبله واللي بعد محمد يعمل احسن من محمد وهكذا. هو ده الغرض، هو ده الهدف. طيب عدينا من اول يوم، طبعا اول يوم بيبقى فرحه، وبعد كده اسبوع اسبوعين بنريلاكس بقى كده، بنريح بنسترخي بنبقى مبسوطين اللي هو حققنا حاجه طبعا. وبعد الطلبات يعني في الاوفرز ساعات او القبول ساعات كتير بيجي ايام امتحانات وبيجي ايام دراسه وكده. انا ممكن نسكيب الحته دي ونقوله طيب انت بعد القبول لازم ورق، لازم بتشوف تأشيرة، لازم بتشوف أنا هخش أمريكا إزاي. اكيد. طيب البروسيس دي حصلت معاك إزاي؟ تشرحها للناس كده. هو يعني بشكل عام الحوار المفروض بيكون اللي هو مش بسيط، لكن هقول موضح في معلومات كافية انك تعرف ايه اللي انت محتاج تجيبه واللي انت محتاج تحضره. مش هتحتاج تلف كتير او تروح تفضل رايح مصلحة حكومية كل يوم عشان تجيب الورق ده. هو ورق معروف ايه هو، فانت بتحضره. بشكل عام ما بيكونش ورق يعني صعب تحضيره. بيكون ورق ممكن عند ناس كتير فينا، او بتجيب مثلا ممكن اكتر حاجه محتاج تجيبها من انك تروح مثلا تجيب بقى اسمه كشف حساب من البنك. لو حد مثلا لو انت محتاج مبلغ مثلا من عيلتك ان هم يساعدوك بيه، فانت محتاج تروح تجيب كشف حساب من البنك. وحتى ما بيسالوش فيه، هو بس الفكره كلها ان بالنسبه لي انا على الاقل وبالنسبه لمعظم الناس، السفاره لما بتسالك على كذا خطاب او كذا لتر الجامعه بتاعتك بتخلصه لك وبتبعته لك. فانت الحاجات دي بتطبعها وبتقدمها للسفاره لما بتروح في الانترفيو. هو الفكره انا عندي الحوار طول شويه، انا كنت رحت بدري. فلما رحت بدري عشان انا كنت مخلص ورقه بدري، فقلت انا لو رحت بدري فهعرف اتعامل مع اي مشكله تحصل بعد كده لو حصلت قبل يعني ميعاد ان انا المفروض اروح او اسافر. فلما رحت بدري يعني هم قالوا لي قشطه تمام ورقك تمام وكله زي الفل، لكن احنا مش هنعرف نديك فيزا دلوقتي لان لازم يكون تقريبا الوقت او انت نديك فيزا في خلال 3 شهور من ميعاد سفرك. وانا تقريبا كنت قبل كده بحاجه بسيطه، فما جاتش على طول. اضطريت ان انا استنى شويه بتاع شهر او شهر وشويه او ممكن اكتر كمان ان هي تخلص. وانا كنت بتابع، حتى تقدر تتابع الكلام ده على موقع السفاره، انك بتدخل تقريبا رقم الباسبور بتاعك او حاجه ويطلع لك ان الستيتس او حاله الطلب بتاعك الابلكيشن بتاعك بتاع الفيزا. ف... فده يعني
هقول ان هي بروسيس كانت واضحه لحد كبير يعني. تمام. تقدر تقول لنا يعني باختصار ايه الورق اللي كان مطلوب؟ ليترز مهمه زي الاي 20 دي كل الطلبه بتحتاجها، وكل اللي لغايه دلوقتي بنحتاج نجددها ونخش بيها البلد يعني. ده الليتر الاساسي بتاعك مع اعتقد الهوملاند سكيورتي في امريكا، ان هم بيدخلوك البلد بيه. لان ده اللي فيه كل معلوماتك بتدرس فين والفاينانشال سيتويشن بتاعك، او يعني منحتك من الجامعه قد ايه. ف فده الاساسي اعتقد، يعني هو ده الاساسي. الحاجات التانية انا مش فاكر صراحه انا جهزت ايه عشان ابعته معايا للسفاره، لكنها كلها كانت اوراق، ممكن تكون اوراق يعني رسميه او حتى ما اتطلبتش مني. هو في السفاره طلب مني، قال لي وريني الادميشن ليتر تقريبا، وبعدين ممكن طلب بعد كده بس طلب الاي 20 اللي هي الورقه المهمه اللي هي معتمده رسميه اللي الجامعه بتبعتها لك وبتطلعها وبتبعتها لك. فده اللي اتطلب مني. وده الحاجات الاساسيه يعني. باقي الاوراق انت بقى بتكون عايز يعني تحاول، لو اتسالت مثلا في او جالك سؤال عن الفاينانشال سيتويشن بتاعك او حالتك الماديه وازاي انت امريكا غاليه، طب هتساعد نفسك ازاي؟ لو انت ما عندكش منحه فانت الحوار ده لازم يكون مجهز له، وجاي مثلا كشف حساب بنكي او حاجه تدل ان عيلتك فعلا معاها الفلوس الكافيه ان هي تساعدك على الاقل في اول فتره. غير كده فانا ما اعتقدش ان كان في اوراق تانية كانك يعني صعب تمام تجيبها او صعب تقدمها. تمام. يعني ببساطة اللي أنا ممكن أقدر أفهمه إن البروسيس أو اللي بعد القبول، الورق والحاجات تبع السفارة ما كانتش أصعب حاجة. بالذات بالنسبة لك، لأن أنت بالنسبة لك كان عندك منحة كاملة، مم. فمفيش تعقيدات بتاعت طب أنت هتروح تقعد عند فين، عند مين، طيب أنت مين اللي هيستقبلك، طيب أنت الفلوس أنت مثلا لازم يبقى معاك مبلغ مثلا 12000 13000 غيره على حسب حالتك، معاك في بنك، طب البنك ده توريهم حساب. فأنت كان الموضوع بالنسبة لك ابسط. فانت طالما انت بتتقبل، الجامعه بتديك ورق وانت بيبقى معاك ورق بتقدم بيه. الموضوع مش اصعب حاجه. طيب بالظبط. آه دخلنا امريكا، يعني عملنا الورق ودخلنا امريكا. دي طبعا عايزين نقوله ان ده حلم ناس كتير بيبقوا عايزين يجوا امريكا. طيب انت جاي امريكا ليه؟ مش عارف. جاي امريكا تعمل ايه؟ اشمعنى امريكا؟ مش عارف، بس بيبقى حلمهم نيجي امريكا. وده من هنا برضو يعني انتهز الفرصه هنا اقول يا شباب، امريكا للي عنده هدف يجي امريكا يعمل. امريكا للي عايز يحقق حاجه في امريكا، اما مش هي المكان اللي انت لو ما عندكش هدف، ما عندكش حلم، ما بتعملش حاجه في حياتك، هتيجي امريكا هتبقى انجح واحد في العالم. مش بتمشي كده، صح ولا انا ايه رايك؟ هي فعلا كده يعني. هو كان السبب التقديم على امريكا يعني كان ان هي تكون نقله، وبرضه ان فيها تعليم افضل وان فيها فرص افضل. وبرضه فكره ان ليه لو انت تقدر تروح فرصة احسن او مكان احسن او تاخد فرصة اقوى، ليه ما تعملهاش؟ وممكن فعلا تنقلك نقلة علمية مادية. كل واحد يعني ليه الاولوياته. فكان ده الهدف وكان ده التفكير، طالما هي حاجة هتديك تعليم كويس وفيها فرص كويسة فليه لا. لكن زي ما انت قلت فعلا لازم طبعا الهدف اللي هو انت عايز تاخد تعليم، عايز تاخد حاجه ماديه، فانت بالظبط. عايز لده ولده لازم تشتغل كتير او لازم تبذل مجهود، مفيش حاجه سهله. فالهدف دايما اكيد مطلوب. أم، لكن يعني طبعا زي طبعا الكليشيه او لا مش شايفه كليشيه، انا شايف ان هو حقيقه. امريكا مش جنه، مش اللي هو الهدف مش امريكا، الهدف مش الوصول لامريكا. الهدف لازم يكون حاجه انت عايز تحققها بعد ما تدخل امريكا، سواء حاجه علميه، حاجه ماديه، حاجه دعوه دينيه، حاجه يعني في اسباب مختلفه وفي حاجات مختلفه الناس بتسافر عشانها. مظبوط فالهدف مطلوب يعني. مظبوط 100%. فلو نيجي ننقل من هنا، طبعا احنا كلنا بنبقى جايين امريكا شايفين افلام هوليوود مثلا، او شايفين ايه ده جنة في امريكا، او شايفين مثلا ناس معاها فلوس، ناس بتكلمنا ده في امريكا عنده 5 6 بيوت في مصر، ده امريكا مش عارف ايه. فبنبقى داخلين امريكا عندنا تصور معين في دماغنا، واللي هو بنسبة كبيرة مش هو الواقع. او يعني بيبقى في حاجات كده زي امريكا بس بالميك اب كده. امريكا حاطه ميك اب في دماغنا يعني. ممكن تقول لي انت لما دخلت امريكا
طبعا انا عارف ان دي حاجات طبعا بيبقى صعب ساعات انها تتوصف، بس كان فكرك ايه، او انت كنت داخل ايه اول انطباع ليك؟ وبعد كده هنمشي خطوه قدام نقوله الانطباع حاليا ايه. انا عن نفسي يعني بشكل يعني عادي يعني عادتي انا ان انا ما بحبش يكون عندي توقعات يعني لا سابقه ولا متاخره. بحب يكون عندي توقعات يعني حاجات واقعيه او فكره واقعيه، وده كنت بحاول اعمله لما عرفت ان انا هتقبل. بحاول ابني وافهم اكتر عن البلد، واحاول ابني توقعات او يعني افكار واقعيه عن البلد عشان ما يحصليش صدمه كبيره. الصدمه هتيجي كده كده لو مهما عملت، لكن في الاول وفي الاخر انت بتحتاج اللي هو انت تحجمها شويه، او ان انت يعني ما تخليش الصدمه تكون قويه قوي. فانا هقول ان توقعاتي كانت يعني مش عاليه قوي ومش واطيه قوي، كانت توقعات في الرينج المعقول من اللي انا وبرضه انا شفت ده لما جيت. لكن الحاجه اللي انا بفتكرها، او لما حد يقول لي طب ايه الحاجه اللي انت لقيتها مختلفه قوي عن ما توقعت، انا بصراحه يعني كون ان نورث كارولاينا في ولايه مش من الولايات اللي احنا بنسمع عنها دايما، ومش من الولايات اللي فيها اكشن كتير، فانا يعني كنت مفكر انها مثلا ده مكان للناس مش مهتمه فيه ببعض، او ما فيش علاقات اجتماعيه بين الناس، والجامعه ما فيش حد عارف فيها حد. لكن انا لقيت ان الوضع غير كده تماما. اعتقد ان ديت متاثره كتيره بانا رايح في جامعه ايه عن انا في ولايه ايه، لكن برضو من الكلام مع ناس اعتقد ان الولايه برضو بتاثر، ان احنا في الساوث بتاع امريكا. فالساوث مختلف شويه عن النورث، ومختلف شويه عن اللي هو الاماكن اللي هي الميد ويست وكده، اللي هي مش على السواحل. ف... بالنسبه لي انا لقيت ان في فعلا الناس، لو انت الناس عايشه مع بعضها او بتشتغل مع بعضها، او حتى في نفس التاون او في نفس القريه. مثلا كنت بروح البنك الاقي ست واقفه مع التيلر، واقفه تتكلم معاها نص ساعه وانا واقف في الدور، عشان مثلا تسالها عن مش عارف مين اللي اتجوزت ومش عارف ايه. هي النميمه المعتاده موجوده برضو. يعني مش في آه، مصر بس؟ لا، ما اعتقدش. اعتقد ان هي حاجه في الناس كلها. ف... فدي كانت حاجه مختلفه. انا لقيت ان فعلا في ناس فعلا يعني مهتمه ببعض، ومهتمه تعرف احوال بعض، ومهتمه. الناس دايما انت ماشي في الشارع بيحييك، زي ما انت كده ماشي مثلا في الشارع في مصر بتمسي على الناس وبتصبح على الناس وتصبح على حبايبك والناس اللي تعرفهم. فنفس الحوار لقيته موجود، وده يعني ده حاجه حبيتها، ان انا جاي من قريه برضو من يعني بيئه مشابهه. فالحوار ده حسسني اللي هو برضو ما حسسنيش بالصدمه قوي. حاسس ان في فعلا علاقات، وفي اللي هو ايه الحميميه بين الناس كده. فدي حاجه حلو قوي. انا. يعني انت مشيت من حاجه بتحبها، والحمد لله يعني ربنا ييسر لك في حاجه مختلفه شويه، بس مش بعيده قوي عن اللي انت بتحبه، الاجتماعيه. تمام. بالظبط. وطبعا هو محمد اتكلم على حته النورث والساوث، الشمال وجنوب امريكا والنص والشرق والكلام ده، دي طبعا بيبقوا مختلفين شويه في العادات. ممكن نبقى نتكلم فيها خطوه قدام باذن الله. طيب، في حاجتين مختلفين عن بعض. هنبدا بالحاجه الاولى، ان انت طيب محمد مسلم ودخل امريكا، وحواليه بقى فتن في كل حته. طبعا احنا عارفين من غير ما نخش في تفاصيل، فتن في كل حته. وطبعا هو داخل في جامعه وساكن في الجامعه، ففي فتن قدامه وفتن وراه وفتن يمينه وفتن شماله. طيب، هل انت حسيت ان انت لما رحت هناك، انت كمسلم حسيت ان انت بتحارب مع نفسك ومفيش حد حواليك في سبورت، ولا حسيت ان في مجتمع حواليك، في حاجه حواليك؟ هو يعني بالنسبه لحوار الفتن، هو موجود وموجود بقوه، وانا كنت بحاول انكر ده في الاول حتى مع كلامي مع الناس يعني صحابي والناس المقربين مني. لكن هو موجود وقوي. بالنسبة لأنت ازاي بتحاول، مش هقول انك بتحارب، لكن هقول ان برضو في الاول وفي الاخر الناس يعني في حاجات كتير قوي. مثلا مثال منها هو حوار شرب الكحول او شرب الخمرة. ف يعني انا ما هوش هقول ان انا احتاج ان انا احارب في الحوار ده، او الناس فعلا متفهمه انك ما بتشربش، وما فيش حد اللي هو بيقول لك لازم تشرب او كده، ده حاجه مش موجوده. ففي حاجات زي كده انت مش محتاج قوي انك تحارب فيها، انها حاجه يعني مسلم بيها ان كل واحد براحته وما حدش بيرم حد على حاجه. بس برضو بالنسبه لايه اللي يساعد بقى في باقي كان في ناس الفتن على وكده. حته الكحول دي، اسف مقاطعه، يقول لك انا عندي حساسيه من الكحول، عشان يتاكد ان ما حدش يحط له حاجه فيها كحول، يقول لك انا عندي حساسيه، انا الرجيك.
لا عادي، هو الرجال انت يعني كنت صعب. بتقول ان انا ما بشربش عادي، انا عادي انا ما بشربش كحول، انا راجل مسلم ما بشربش كحول، او حتى عادي ممكن تذكر انك مسلم او ممكن لو ما تذكرش. يعني في ناس كتير فعلا، شباب بالذات يعني في امريكا وبرضه في اوروبا وفي اماكن كتيره، ما يعني هو عنده conscious decision كده، او يعني قرار عاقل ان هو مش عايز يشرب، فيعني محدش هيقول له لا ولا لازم تشرب. فيعني ده ما بيكونش موجود، وده ساعد يعني في الحوار ده. لكن الحاجات التانية اللي ساعدت مع الفتن ومع الحياة برضو، ومع فكرة انك مسلم في وسط بيئة مش متعارفة قوي على الاسلام، او مش هقول مش هقول مش بتسبورت، بس هقول مش زي البيئة اللي انت كنت جاي منها، مش بنفس تمام صح. الشكل، في حتة ان هو انك بت يعني عبادة ربنا مش بنفس الشكل، مش كل الناس كده مسلم بيها، اللي هو كل الناس فعلا بتصلي، او كل الناس فعلا بتصوم، او كل الناس فعلا بتعمل كذا. فده ما كانش موجود. لكن ده اللي بيساعد فيه انك بتروح بقى على الجوامع اللي حواليك، او بتشوف بقى صحبة مثلا، لو في الجامعة مثلا ان انت راجل متدين، سواء انت دينك ايه، فانت بتلاقي اكيد في جامعتك هتلاقي ناس على نفس دينك، فانت بتحاول تقرب منهم وبرضه تسبورتوا بعض في الحوار ده. ده ما يمنعش انك برضه تحاول تتعامل مع المجتمع. يعني في ناس بتاخد ده اللي هو يقول لك طب انا دول صحابي ومش هصاحب غيرهم. لا، انت لازم، يعني انا شايف ان انت لازم توسع مداركك وتوسع شبكاتك وتوسع علاقاتك. لكن برضه بالنسبه للتدين وبالنسبه للالتزام، فده مثلا يكون الجروب اللي انت فعلا بتلاقي نفسك فيه في الحوار ده. والجامعات زي ما انا قلت، او قصدي الجوامع، فده ريسورس بيكون كويس، او مكان كويس انك تروح في تعيد فيه، تشوف الاعياد، تشوف مثلا تعمل صحاب فيه. فده حاجه طبعا احنا يعني بتكون لطيفه دايما في الاعياد، وبتكون في المناسبات. انا لو فهمت منك برضو ان طبعا الفتن الموجوده دي مش هنقدر نبعد عنها، دي حاجه اساسيه، لان انت رايح مكان زائد مكان ممكن الناس فيها الديفولت بتاعهم او الطبيعي بتاعهم ان هم ناس انت المفروض يصلوا، المفروض يصوموا، المفروض ان هم متدينين. حتى لو في ممكن يكون في ناس مش متدينين، بس ده الايه الطبيعي، ان انت لو كلمت حد ممكن تقول له يا عم ما تروح تصلي، يبقى ده المنطقي. بس هنا انت لو جيت كلمت حد تقول له تروح تصلي، يقول لك ايه يا عم انت من العصر الحجري مثلا او كده. فبيبقى الموضوع بالنسبه لهم التدين، وطبعا التدين ملهاش علاقه بالاسلام هنا، في متدين مسيحي في متدين غيره. فبيبقى التدين في ناس، الاغلبيه بيبقوا بعيدين عن التدين، بس بيبقى في ناس متدينه طبعا. انت قلت حته مهمه بتاعه المساجد. طبعا انا في حته دي انا عايز اكد عليها، لان المساجد هنا في أمريكا مختلفة تماما. المساجد يعني أكتر من مساجد شوية، ودي طبعا في سلسلة للمساجد بدأناها وإن شاء الله هنكملها. بس عايز أسمع منك يا محمد، إيه يعني إيه مساجد في أمريكا؟ هو المساجد في أمريكا زي ما بيفكروا فيها، أو زي ما هم يعني قائمين عليها بيحاولوا يعني يتخيلوها، إنها يعني هو على الأقل حتى يعني ده جزء من الميشن والفيجن بتاعت مسجد أنا جنبي هنا بروح على طول، المسلم كوميونتي سنتر اوف شارلوت. ان هو عايزين يعملوا مسجد او يحيوا او الامام دايما بيقول ان هو عايز يحيي البروفيتك ماسك، اللي هو المسجد النبوي. مش المسجد النبوي اللي هو موجود في المدينه، لا انا قصدي المسجد النبوي اللي هو بتاع النبي، لما كان النبي بيخلي المسجد بتاعه هو ده مكان الاجتماع، مكان الحل والعقد، مكان السياسه، مكان الكلام في شؤون المجتمع والكوميونتي. المكان اللي احنا بنتكلم فيه في امور الحياه بشكل عام، ممكن حتى نتكلم فيه عن النزاعات المختلفه وناخد في قرارات. وبرضه ممكن يكون مكان للرياضة، مكان فيه أماكن للشباب إن هم يمارسوا رياضة بشكل حلال وصحي. وفي برضه مساجد كتير فيها هنا ملاعب، وحتى في مسجد جنبي هنا بيتعمل هيكون فيه جيم يعني، أو مكتبة وحاجات زي كده. فدي المساجد هنا، ده التفكير فيها ان هي اماكن، ده بيكون اسمه يعني كوميونتي سنتر، يعني اللي هو مركز للمجتمع كله، او مكان للمجتمع مش بس للصلاة، لكن مكان للمجتمع المسلم بيشمل او بيغطي مناطق كتير في الحياة، او كافة يعني مختلف مناطق الحياة. يعني لو عايز تلعب تعالى المسجد، عايز تتعلم دين تعالى المسجد، عايز بالظبط. تتعلم علوم تتعالى المسجد. يعني أنا أتفق معاك جدا. المساجد هنا قصة تانية، بيبقى فيها مطابخ، بيبقى في مسجد من المساجد اللي رحتها بيبقى فيه روبوتات، بيعملوا روبوتات في المسجد. فالكوميونيتيز الإسلامية هنا
تتفق معايا او يعني هاخد رايك دلوقتي. انا شايف ان هي بتبقى سبورت كبير لو انت حطيت نفسك فيها او انت قربت منها، هتلاقي نفسك مدعوم. يعني معظم الناس اللي بيبقوا مفتونين هنا قوي بيبقوا علشان بعدوا نفسهم عن الكيان الإسلامي، أو بعدوا نفسهم عن إن هم يروحوا مساجد أو يتعاملوا مع الناس دي. والله هي فعلا زي ما انت بتقول، فعلا هي اماكن يعني فيها خير كتير، وفيها فعلا يعني اكتيفيتيز وحاجات كتير ممكن تشغل نفسك بيها، تكون صالحة وتكون مهمة وتكون مفيدة ليك ومفيدة لدنيتك وآخرتك. لكن يعني هو كده كده الفتن موجودة، ما هو حاجة مش عايزين. يعني انت مثلا مش كونك رحت المسجد فانت ما فيش فتن، او مش كونك مثلا، دي حاجة مش عايز اتطرق ليها، لكن الفتن كده كده موجودة. لكن دي فعلا حاجة بتساعدك كتير جدا انك يعني تحاول تقاوم الفتن ديت، تحاول يعني تدخل حاجات تشغل وقتك بحاجات صالحة أحسن ممكن تشغل وقتك بحاجات تانية. فهو دي الفايدة اللي بنشوفها هنا كتير في المساجد اللي عندنا هنا، واللي برضو قائمين عليها فاهمينها، لأن احنا برضو يعني كميونتي مش كبير، وبنحاول إن احنا لينا اختلافات كتير في الحياة، عن مش كتير، لكن لينا اختلافات في الحياة عن طريقة حياة الناس اللي هنا، أو معظم غالبية الناس اللي هنا. فاحنا بنحاول نخلي المسجد ده مكان آمن إن احنا نظهر ده فيه. تمام تمام. طيب خلينا بقى نطلع من أمريكا شوية. نطلع ماشي. بما إن يعني أنت لسه جاي من رحلة جميلة جدا، يعني رائعة، مش جميلة، رائعة. الرحلة دي كانت في أوروبا، طبعا في أكتر من دولة في أوروبا، وكانت يعني بغرض أكتر من غرض، بغرض سياحة وتعليم وغيره. فأنا عايز أسمع منك اتكلم إيه الرحلة دي وإيه اللي اتغير، إيه اللي دخل منظورك منها، اتعلمت إيه منها، احكي لنا. هي الرحلة بشكل أساسي كانت إن أنا بدرس بره. دي حاجة معظم الجامعات البرايفت، أو الجامعات اللي شبه الجامعات اللي كتير من المصريين بيقدموا فيها وبيتقابلوا فيها بمنح بتقدمها، وهي إنك ممكن فرصة إنك تدرس بره لسمستر أو لسنة كاملة في دولة ما، ممكن تكون في أي قارة، وتاخد اكسبيرينس لمدة سمستر أو سنة. وممكن بقى هناك أنت على حسب بقى، أنت ممكن تختار البلد والله أنت مهتم إنك تتعلم اللغة بتاعتها وعايز تطور اللغة دي، فده بيكون طبعا حاجة كويسة إنك برضه تحسن الهدف ده. وممكن مثلا أنت عايز والله تختار قارة معينة أنت عايز تستكشفها وتكون في دول، تسافر في دول كتير فيها، فده بيساعدك برضه إنك تعمل حاجات زي كده. أنت ممكن ما يكونش عندك الوقت في ميعاد أو في وقت غير ده، أو في ظروف غير، ما يكونش عندك الظروف نفس الظروف انك تساعدك انك تسافر للدول دي. فده كان الفكرة عندي. انا سافرت كنت في فيينا في النمسا، كنت بدرس هناك طول السمستر اللي هو كان بدأ في يناير انتهى في مايو، فكان حوالي 4 شهور. فأنا اخترتها لأن أنا كنت فعلا عايز أتعلم ألماني، كنت بدرس ألماني في مصر من أيام الثانوي، ومكنتش عايز أفقد اللغة، أو إنها تكون لغة أنا بس بدرسها في ثانوي عشان أعدي امتحان وبرميها ورايا وما بفتحهاش تاني. فأنا حاولت برضو بعد الثانوية إن أنا أطورها، دخلت في الجامعة أخدت كورسين في اللغة، عديت فيها مستويين أعلى من المستوى اللي أنا كنت فيه. وبعد كده لما رحت فيينا كملت على الشغل ده قول و... لنا جملة ألماني كده يا محمد. Ich spreche viele Deutsch und meine Erfahrung in Wien war sehr gut und ich möchte über das mehr sprechen heute, aber wir haben keine Zeit. Thank you so much. حبيبي. جامد، الله ينور. لا أنا ما فهمتش ولا كلمة، بس جامد، حلو حبيبي. قوي. فهو الواحد لما انت بتحط نفسك في بيئة، وبالذات بتحط نفسك انك عايز تطلع بقى بره الكومفورت زون، انك عايز تطلع بره الصحاب الامريكان اللي معاك في نفس البروجرام، انك تطلع تشوف بقى طب المجتمع ده بيتكلم عن ايه، طب اللي بيتكلموا مع بعض ازاي، وتبدأ تحاول تاخد منهم اللغة، وتحاول اللي هو learn by اللي هو الاكسبيرينس، انك تسمع حاجات كتير وتخش على ودنك حاجات كتير، فتبدا ان ده ياثر على لسانك وان ازاي انك بتتكلم. فده كان مفيد جدا في ان انا اقدر ان انا انمي واطور اللغه بتاعت الالماني بتاعي. فده كان هدف كبير من الاهداف بتاعتي، او هو احد اكبر هدفين. الهدف الثاني كان ان انا اسافر في اوروبا. انا ما كنتش رحت اوروبا خالص، انا كنت موجود في اسيا قبل كده، وكنت رحت عشت في امريكا، وكنت عايش في افريقيا، لكن انا ما كنتش في اوروبا ولا سياحه حتى.
فكنت عايز استكشف يعني، وكان برضو في دماغي بعض الافكار ان انا طب ممكن مثلا كنت ممكن اروح الدوله الفلانيه وادرس فيها، او الدوله العلانيه واعيش فيها. فانا كنت عايز اشوف الدول دي هقدر فعلا كنت هقدر فعلا اعمل حاجه زي كده، او حتى للمستقبل هل دي فعلا بيئه كويسه ان انا اقدر ابص عليها في المستقبل. فدي الحاجه اللي فادتني ان انا سافرت كذا دوله وطلعت من النمسا ورحت على كذا دوله انا مهتم بيها في اوروبا. لكن من ضمن الحاجات اللي عجبتني قوي او الاختلافات والاماكن اللي شدتني في اوروبا او بشكل عام في سفري، كانت بصراحه يعني لما كنت بقارن بين الاماكن اللي عجبتني، الاماكن اللي كان فيها الجوامع قريبه واكسسبل وانا اقدر اروحها بسهوله، دي اكتر الاماكن اللي انا حبيتها وحسيت ان انا مرتاح فيها. انا بشكل عام يعني كنت واخد فكره ان الجوامع موجوده دي فور جرانتد كده، او المجتمع المسلم ده موجود فور جرانتد لما كنت في مصر وحتى في امريكا، اللي هو احنا بنصلي عادي معايا اصحاب المسلمين وبنصلي، بنحاول نصلي جماعه على قد ما نقدر. لكن لما تروح دولة جديدة وتفضل عايش هناك 3 أيام ومالكش صحاب هناك، مالكش حد مسلم، فأنت بتحتاج إنك تكونكت مع حاجة زي كده وتروح جامع مثلا. فالمدن اللي كان فيها الجوامع اكسسبل وموجودة ومتاحة وأنا أقدر أصلي عادي، بخصوصا أنا كنت عايش في هوستل، فالهوستل حتى أنت مش واخد راحتك إنك تصلي فيه، أنت عايش معاك ممكن مثلا 6 7 8 في الأوضة، فأنت مش واخد اه، راحتك، زي مفيش. فندق بيبقى اوض مشتركه كده، صح؟ بالظبط، بس مفيش برايفت سبيس انك تصلي براحتك يعني. ف مم. ف ف ف, ف... في الموضوع ده الاماكن اللي كان فيها جوامع قريبه وسهل ان انا اوصلها كانت هي الاكتر الاماكن اللي انا عجبتني يعني. من ده فيينا هي اكتر مدينه في اوروبا أنا رحتها كان فيها جوامع، بالذات إن يعني فيينا فيها 20% من المجتمع او من السكان هناك مسلمين، فمن اعراق مختلفه وكده، لكن كل الاعراق ليها جوامع، وفي جوامع بتخدم كل الناس. فكمية المسلمين دول يعني كتروا فعلا الجوامع، ووصول الجوامع سهل جدا، خصوصا إن فيينا فيها أحسن شبكة مواصلات يعتبر في العالم أو في أوروبا. ف... طيب قول فده لنا قول سهل الجو. لنا الدول اللي انت رحتها واحسن مدينتين من المدن اللي موجودين هناك من أنا وجهة نظرك. أنا هقول إن فيينا يعني هي فعلا أحسن مدينة واحد ممكن يعيش فيها. ده بالنسبه لي وبالنسبه مش احسن الواحد ممكن يعيش فيها بشكل مطلق، لكن ممكن اقول مثلا في اوروبا، او ممكن اقول مثلا لو انت عندك اهتمامات في السيفتي، واهتمامات في سهوله في انك مش عايز وجع دماغ بشكل عام، الدوله فعلا بتهتم عايز تعيش مرتاح يعني. بالظبط. الدوله بتظبط الامور لكل السكان بشكل عام، ما بتخليش حد عايش عيشه يعني صعبه. فالدوله بتاخد بالها من حاجات كتير قوي انت ممكن تحتاج تاخد بالك منها مثلا لو انت عايش في امريكا. مش هقول ان المقارنه طبعا تدي فيينا على امريكا او امريكا على فيينا، لكن كل واحده فيهم انا شايف انها بتقدر تخليها مكان تعيش فيه او تدرس فيه على حسب الفتره اللي انت، على حسب فتره حياتك وعلى حسب انت اولوياتك ايه. لكن لو هقول المدن اللي عجبتني في السفر ممكن اقول 3. انا سافرت قبل كده في كوالالمبور في ماليزيا، ودي كانت بره اوروبا، مش رحلتي اللي فاتت، لكن ديت رحله انا الحمد لله يعني كنت قدرت ان انا اروحها في من الصيف اللي قبل اللي فات، صيف 3 او ما شاء 2023. الله. فكنت هناك بشتغل، وكان برضو عجبتني كوالالمبور لان انا ما كانش عندي اي فكره عن المسلمين اللي في اسيا واللي في جنوب شرق اسيا، في اندونيسيا وماليزيا، اللي هم اصلا اكتر عرق من المسلمين، يعني اكتر عرق من المسلمين مش العرب، لكن هم الناس اللي في اندونيسيا بالتحديد، هم دول اكبر دوله اسلاميه هي في العالم هي اندونيسيا. ف... فالمسلمين اللي في جنوب اسيا او جنوب شرق اسيا دول الواحد عرف عنهم وتعرف عليهم وفهم حياتهم ماشيه ازاي، وفعلا هي دوله اسلاميه، فانت ما بتحسش انك بعيد او غريب، لكنها برضه متطوره جدا، والخدمات فيها جميله جدا، المواصلات فيها جميله جدا. فالدولة طبيعتها مختلفة وجميلة جدا. فكل ده يعني خلى التجربة لطيفة يعني قوي في الصيف اللي أنا كنت فيه هناك. ممكن أقول مدينتين تانيين برضو عجبوني في الحوار ده، أحسن مدينة أنا حاسسها في السياحة ممكن تكون برشلونة في أسبانيا. عشان ده برضو برشلونة عشان هي، انت بتحب برشلونة لا ولا والله أنا برشلونة أنا الفريق ولا مدريدي ايه؟ يعني، بس بس هي كمدينة فعلا هي مدينة مختلفة يعني، هي فيها كل شارع تخش فيها تلاقي فيه منظر مختلف، حاجة مختلفة ممكن تشوفها. المدينة على الرغم انها سياحية جدا لكنها برضو متقدمة، مش متقدمة قصدي ان هي نظيفة جدا وفيها خدمات كويسة، مش مثلا زي مكان زي روما هي سياحي جدا بس كتر السياح
يعني جاي على فكره الانفراستراكشر والبنيه التحتيه والنظافه وكده. مظبوط. فبرشلونه بتلاقي ان فعلا قادرين ان هم فعلا يعني يديروا الحوار ده بشكل احسن. وبرضه فيها شط، برضو ده يعني مكان تاني وفايبس تانية وبيئة مختلفة، وبرضو تقدر تمشي هناك يعني المدينة نفسها حاجة، وكل شارع فيه ليه قصة، لكن برضو الشط نفسه والكورنيش بتاعهم جميل. وبرضو تقدر يعني كمدينة، مدينة ساحلية يعني فيها برضو كل جمال أي مدينة ساحلية أنت بتحبها. تالت مدينة ممكن أتكلم عنها آخر واحدة هي غرناطة في اسبانيا، برضو عشان فكره ان انا برضو رحت شفت هناك حاجه تانية مختلفه تماما بعد ما كنت في الحضاره برشلونه. الامويه هناك. بالظبط هو الحضاره او التراث الاسلامي لسه مش لسه موجود في المدن والمعمار والبيئه وشكل الشوارع وشكل التفصيل بتاع المدينه وازاي هي مبنيه. عندك قصر الحمراء وبقى، لكن في قصور كتير مختلفه وطريقه تصميم المدينه نفسها اصلا تحسها كلها شبه خان الخليلي كده عندنا في مصر. ف وكتير بقى مطاعم عربية هناك، والمساجد موجودة. هو في مسجد في نص المدينة ومسجد فوق جنب، أو يعني بعيد شوية، لكن هو برضو تقدر توصله. فهي دي مدن كانت كلها فايبس مختلفة، وكل واحدة لها فايب معينة. بالذات يعني غرناطة كانت برضو يعني نيش قوي، اللي هي حتة اللي هي اسبانيا وانت لسه جاي من برشلونة، لكنها برضو فايب فيها برضو كتير من التراث الإسلامي اللي انت كنت فعلا عايز تشوفه. وفي مطاعم كتير عربية، وفي هناك مغاربة كتير. فدي الحاجات المختلفة اللي أنا يعني شابوه حبيتها للمغاربه أذكرها. يا شباب، اي حد مغربي بيسمع الحلقه دي شابوه ليكم ان انتوا يعني لسه بتقوموا التراث ده في اسبانيا. وفارس كمان يعني يقيم التراث ده في أمريكا، صح يا فارس؟ بالظبط كده، بالظبط. للي ما يعرفش، انا نص مغربي ونص مصري، بس انا يعني بتكلم مغربي، بتكلم مصري اكتر ما بعرف اتكلم مغربي. تمام. حلو قوي. يعني انت قلت كوالالمبور، وقلت برشلونة، وقلت غرناطة، وانا شايف ان اسبانيا دخلت قلبك قوي، يعني اتنين منهم في اسبانيا، فده حلو قوي. بصراحة كانت وفيينا. لطيفة. بس انت ما قلتش الدول لحد دلوقتي. بالنسبة للدول، يعني هو تعديد الدول ما اعتقدش انه له اهميه كبيره، لكن يعني انا يعني رحت خلال رحلتي في فيينا او رحلتي في اوروبا، فقدرت ان انا ازور يعتبر كل الدول اللي حوالين النمسا يعني. نزلت تحت شويه على سلوفينيا، ليا حد صاحبي هناك قعدت معاه شويه، ورحت حاولت رحت على ايطاليا، كذا مدينة في إيطاليا، ورحت على قدرت أروح البوسنة، سراييفو في رمضان برضو كان فايبس كويسة، إن هناك في مسلمين هناك وناس لطيفة، فبتشوف فايبس مختلفة في رمضان. قدرت أروح على ألمانيا مرتين، مدينتين مختلفين. ورحت على أسبانيا برضو زي ما أنا قلت. وبرضو قدرت أروح على المجر، ليا أصحاب كتير في المجر. فروحت على المجر. وقدرت الله اروح ما برضو في الطريق بتاعي على المانيا، قدرت اعدي على براغ في التشيك. فدي كانت المدن المختلفه يعني، لكن انا فعلا ذكرت، او قصدي البلاد المختلفه، لكن انا ذكرت فعلا المدن اللي عجبتني قوي حلو خلال قوي، الرحله دي. حلو قوي، حلو قوي يعني. يعني احنا ممكن نقعد معاك في بحر من الأسئلة وبحر من المعلومات، لأن أنت حرفيا رحت أماكن كتير. في ناس كل مدينة في اللي أنت قلتهم وكل دولة في اللي أنت قلتهم، في ناس ممكن تقعد عايزة مثلا 50 سؤال. يعني أنا لو فتحت الفيديو ده لايف هتلاقي مثلا 50 سؤال و100 سؤال على كل مدينة. بس آه هنبقى سعيدين إن احنا نسمع ده. بس خطوة قدام إن شاء الله نشوف الناس مهتمة بأنهي مدينة، ونشوف نعمل لها حاجة كويسة بإذن الله. تمام. ربنا يسهل ان شاء الله. آه طيب، بعد كل ما شاء الله الخبرات دي، من من سن صغير لحد دلوقتي، ولحد دلوقتي بتكتسب خبرات وبتروح أماكن والكلام ده كله، تقدر تنصح الناس بإيه؟ طبعا لما أقول الناس، في كاتيجوريز من الناس مختلفة، في أصناف من الناس مختلفة. في اللي ما عندوش حلم، في اللي عنده حلم بيسعى ليه، في اللي وصل لمرحلة إحباط معين من كتر ما سعى ما وصلش حاجة. تقدر تنصح الناس دي بإيه؟ انا يعني هي نصيحه برضو تذكرها لنفسي، قد ما هي ممكن برضو حاجه كويسه ان انا اعرفها لغيري. وهي ان انا يعني دايما يعني حاول انك تجتهد، تبذل مجهود. مش مهم النتيجة هتكون ايه، انت مش مطالب بالنتيجة، انت مطالب انك تسعى في الطريق ده. ما شاء الله. مطالب انك يعني انت ده، حتى احنا دايما نقول ان الفكرة في الرحلة مش في الوصول.
وربنا هيكافئك على السعي مش على او على المجهود، مش على انك وصلت للهدف ولا لا. فانت طول ما انت بتسعى وطول ما انت بتجتهد وطول ما انت بتحاول انك يعني تجرب حاجات اكتر وتتعلم حاجات اكتر، فانا شايف ان ده عمره ما هيخسرك في اي حاجه، عمرك ما هتخسر من ده. ف... فبغض النظر عن عن وصلت للهدف ولا لا، السعي لازم، يعني لازم تسعى ولازم تحاول دايما تطور من نفسك بالذات تطلع يعني بره الكومفورت زون او اللي هي منطقه الراحه، انك قاعد في مكان معين ومكتفي بيه. انا شايف ان يعني لبعض الناس ممكن يكون اسلوب حياتهم بسبب ظروف معينه فعلا ما يسمحش باكتر من كده. لكن لاي حد عنده يعني اي فرصه ان هو يحاول يطلع ويشوف تجارب جديده، فانا شايف ان هو المفروض يحاول يعني ياخد الفرصه ديت ويعملها، لان ده هيفتح له، ممكن يفتح له ابواب كتير، الله اعلم يعني. ف... فدي النصيحه، يعني فكره انك برضو يعني نعم الاجتهاد والجهد والسعي، لكن برضو على الجانب الاخر انك برضو تحاول دايما ما تخافش من انك تطلع بره منطقه الراحه او الكومفورت زون بتاعتك، وما تخافش انك تاخد الريسك بالذات وانت صغير. يعني وانت صغير التعليم والريسكس والكلام ده كله مش هيخسرك حاجه، لو ريسك حتى جابك تحت سنه فمختلف تماما عنك لو انت خدت ريسك مشابه وانت كبير، ده ممكن فعلا يجيبك تحت اكتر واكتر. فانت كنت طول ما انت صغير، طول ما انت لوحدك، طول ما انت هتكون اكتر قابل للتعليم، واسهل عليك التعليم واسهل برضو عليك انك تاخد ريسك، يعني مغامرات ما فيهاش تبعات او ما فيهاش consequences يعني بالشكل الكبير. حلو قوي، حلو قوي طبعا. الحته بتاعت ان طول ما انت صغير الموضوع بيبقى اسهل. احنا شفنا يعني قصص كتير من الناس بيجوا على كبر بيعانوا معاناة شديدة علشان يوصلوا لحاجة. فعلا يعني السن الصغير ده انسب سن ان انت زي ما بيقولوا كده تتشقلب فيه. يعني صح. ان انت ت... طبعا كل ده بتتشقلب في الخير، يعني بتتشقلب في حاجة كويسة، ان انت تشوف ايه الفرصة دي، طب ما نفعتش الفرصة دي ناخد الفرصة التانية. جميل قوي. طب انا محمد سعيت وسعيت بس ما بوصلش لحاجه، او ما وصلتش لحاجه لحد دلوقتي. حسيت ان انا يعني وصلت لمرحله ان انا مهما سعيت مش هوصل لحاجه. تقدر ترد عليا ايه؟ اعتقد ان هو بيتهيألك، يا اما ديت يعني طبيعة الانسان ان هو يعني مش عايز يتعب نفسه كتير، فهو بيحاول يخلق لنفسه اسباب ان هو يريح خلاص، او ان الشيطان نفسه مش يعني بيحسسك بالسيجنال دي، او بيحسسك بالاحساس ده عشان انت ما تكملش سعي. لكن في الحقيقة انت طالما سعيت، فانا زي ما قلت هي الفكره في الرحله مش في الوصول. انت اكيد اتعلمت حاجه في الرحله دي، اكيد حتى سبكونشسلي اللي هو بشكل غير واعي اتعلمت حاجه في الطريق ده. طالما انت جربت حاجه جديده فانت اكيد بشكل 100% اتعلمت منها حاجه، وحتى لو بشكل غير واعي. ده this is how your brain works، يعني ده كيفيه عمل الدماغ. فانت طالما جربت حاجه جديده فانت اكيد اتعلمت حاجه جديده. ولو عملت اللي عليك، ولو انت عارف انك سعيد بس لسه مش شايف انك وصلت، فانت اكيد هتكون حققت على الاقل في الطريق ده، في الرحله دي. آه، لو شفت حاجه جديده فانت 100% اتعلمت حاجه جديده. فده اللي انا يعني عايز اقوله لاي حد حاسس ان هو سعى كتير او اجتهد كتير. مش بالضروري النتيجه تكون انت شايفها قدامك، بس اكيد انت اتعلمت حاجات كتير هتفيدك في المستقبل. واكيد برضو لو انت راجل متدين فانت اكيد مؤمن ان انت ربنا مش هيضيع ده، سواء في الدنيا او هتلاقيه في الاخره برضو. ده اللي انا كنت عايز اقوله يعني لحد بيعاني من المشكله دي. تمام، انا اتفق فعلا، اتفق 100%. طبعا احنا ما بنبقاش عارفين احنا الصح فينا لينا ايه. يعني حتى محمد في النص في وسط الكلام قال لك انا كنت عايز اطلع من السن بس ما عرفتش. ف... فده كان الانسب انه يفضل، لانه ما كانش فاضل يا عالم كان ايه اختلف. فاحنا دايما احنا مش عارفين ايه الصح، دايما مش عارفين ممكن ربنا كاتب لنا ايه، ممكن يكون ربنا كاتب لنا حاجه احلى من كده بكتير. فعلى الاساس ده آه عايزين نقول ان شاء الله ما فيش سعي بيروح. والهدف من اللي احنا عملناه دلوقتي، ومحمد يعني الله يجازيه خير يا رب يجعله في ميزان حسناته بيعمله دلوقتي، هو انه بيقول لك اسعى وانا بديك تجربتي وخبرتي، فانت مش شرط تخترع العجله، انا اديك وكمل من حيث انا انتهيت. يعني ابدا بدل ما تقعد تدور وتدعبس وي ابدا من حيث انا انتهيت. واعرف ان انت هو سعى وصل لحاجه، انت هتسعى توصل لحاجه. فما تستسلمش وكمل.
طبعا ممكن يبقى طريقه سعيك غلط، ممكن يبقى هدفك غلط، دي حاجه بتصلحها مع الوقت. بس فكره السعي نفسه مسلمه، مظبوط كده. الاجتهاد وانك تسعى يعني هو على حسب الهدف ايه، لكن في كل الاحيان انت لازم تحاول انك تسعى وتحط نفسك على طريق، وتحاول انك دايما تكون بتبذل مجهود في هدف انت شايف ان هو مفيد ليك. فدي حاجه انت بتقدرها. انا ما حدش يقدر يقولك انت صح ان ده مفيد ولا لا، ده بس ده حاجه انت يعني انت بتقدرها، انك بتقدر ان ده هدف مفيد، فانت بتحاول تسعى له وتبذل مجهود انك توصله. لكن مش بالضروري انك توصله، لكن زي ما انا قلت انت اكيد هتتعلم منه. تمام، حلو، صح 100%. طبعا احنا مش هنطول اكتر من كده. محمد برضه مشغول وعايزين نقول ان احنا يعني اشكرك جدا 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 ان انت حبيبي. جيت معانا الحلقه دي. طبعا انا شخصيا استفدت كتير من المحادثه دي من اولها لاخرها، واتعلمت كتير في حاجات انا ممكن اكون عارفها فكرني بيها، وفي حاجات انا ما كنتش عارفها، الله يجازيك خير يا رب. الحلقات اللي احنا بنعملها دي في وعلمه او البودكاست دي، الغرض منها الحاجه اللي بنشرحها في فيديوهات او الحاجه اللي بنسمعها بره او اي حاجه، بنيجي ناس جربوا وعملوا الشيء وعدوا عليه وعدوا على المراحل دي والصعاب دي، بييجوا يقولوا لنا هم يعني اسال نجرب ولا تسال طبيب زي ما بيقولوا، فبييجوا يقولوا لنا الافكار دي. فاهم حاجه اللي بيسمع الحلقات دي انه يبقى عارف ان دي مش قصه محمد بس، لا دي ممكن تبقى قصتك وممكن تبقى قصه ناس كتير، فاسعى لذلك ان شاء الله. محمد طبعا هو زي ما قلنا بحر معلومات في حاجات كتير، فان احنا ان شاء الله اتمنى ان احنا نشوفه في حلقات وفي حاجات تانية كتير قدام، في مواضيع كتير قدام يقدر يتكلم معانا ويفيدنا فيها. لو الحلقة عجبتكم وحسيت ان انتوا ممكن استفدتم، اختم قبل اتفضل. ما انت تختم، عشان برضو يكون برضو الكلام منصف، ويكون يعني ادق اكتر. انا بالنسبه لي يعني الحمد لله فعلا، انا الحمد لله كان عندي تجارب كتير، ويعني فعلا مش كل الناس محظوظه كفايه، او مش كل الناس ربنا وفقها كفايه ان هي توصل للاماكن ديت او تروح الحته اللي انا رحتها. لكن هو برضو في الاول وفي الاخر هو توفيق من ربنا، مش فكره شطاره او ان انت في بقى اللي هو تركايه انت عملتها كده فتحت لك كل حاجه. لا، هي توفيق من ربنا. انت بتحاول دايما يعني اللي هو تستحضر توفيق ربنا في الموضوع اللي انت بتعمله، انك دايما معتمد على توفيق ربنا وتدبير ربنا. فدي الحاجه اللي انا عايز اوضحها. وبرضو عايز اوضح ان انا برضو يعني مش فكره ان انا جاي بديك علم انا جبته من عندي كده اخترعته. هي دي برضو حاجات، وزي ما تقول ان هي ده رد جميل، ده رد جميل. ناس برضو كانت قالت لي ووعدتني وقالت لي على الطريق ودلتني على الحاجه ديت. مش شرط ان انا يعني اخترعتها، ودي فكره انا بقولها لك كده جت من عندي. هي بس برضو تكمله تجارب، او تكمله تشين، سلسله من التجارب اللي احنا بنشاركها مع بعض. حد شارك معايا حاجه فانا اخدتها، ممكن عملت فيها حاجه مختلفه، ممكن شكلتها بطريقه مختلفه وانا بديها لحد تاني دلوقتي. لكن هي دي يعني ده شايف ان ده واجب على كل واحد عنده معرفه وعنده علم ان هو ينقله ويديه للناس، لان هو برضو ما جابوش من نفسه، هو جابه من حد تاني. وبرضه توفيق ربنا كان هو الاساس في الموضوع ده، الحمد لله. صح بالظبط، وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإن شاء الله لو في أي حاجة في اللي اتكلمنا فيها عايزين نتكلم فيها بتفاصيل أكتر، نشرح طرق أكتر أو كده، اكتبوا لنا في الكومنتات وعرفونا ده. ولو حبيتوا الحلقة دي شجعونا إن شاء الله بلايك وشير إن الحلقة دي، بحيث إن الناس كتير تستفاد. مش يعني نشر العلم ده بتاخد ثواب زي اللي قال العلم بالظبط، فشجع لذلك. فعملنا لايك إن شاء الله وشير بحيث إن إحنا نكمل ونساعد أكبر عدد من الناس. ولو حبيت الحلقات دي وحابب تشوف محتوى ينمي مهاراتك ويجهزك لسوق العمل وبرضه للسفر، لو انت عايز تسافر، محتوى من الاخر زي ما بنقوله بيغير حياتك، بينقلك من فكر تاني، ما تنساش تعمل فولو لو انت بتتابعنا من فيسبوك انستجرام او تيك توك، وتعمل سبسكرايب لو انت بتتابعنا من على اليوتيوب ان شاء الله. وهتلاقي حاجات هتبسطك وحاجات هتغير معاك كتير باذن الله. شكرا جدا يا محمد، انا مبسوط جدا ان انت كنت معانا النهارده، وان اشكرك شاء حبيبي. الله الحلقات الجايه هتبقى اقوى واقوى واقوى معاك باذن الله. تسلم لي حبيبي، ربنا يكرمك ويجزيك خير يا مع رب. السلامه. الله مع يخليك، السلامه. في امان الله.